السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس يوسف، جاي النهارده احل معاك 200 سؤال على يونت 1. مفيش الكلام ده صاحبي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو اي حد يشتغل انجليزي ولا ايه؟ كمان حط صورتك. مفيش الكلام ده يا جماعه. مستر مصطفى عبد المعبود معاك، حل معاك النهارده 200 سؤال كاملين على يونت 1. 100 سؤال افكار قويه جدا على الكلمات، و100 سؤال على الجرامر. جاهز يا بطل؟ كوبايه الشاي الجميله بتاعتك، يلا بينا يلا بينا. طيب بص حبيب قلبي، هبدأ معاك دلوقتي الجزء الأول، جزء الكلمات على يونت 1. سمي الله بقى معايا. طيب احنا موجودين في الكتاب بتاع سعادتك من أول صفحة 11 لحد صفحة 18. أول سؤال بيقول لحضرتك to not is to carefully examine the facts of a crime, an event, etc. to find the truth about it. مستر انا عندي مشكله ان انا مش عارف اترجم فمش عارف احل السؤال. تعال نمشي مع بعض واحده واحده. انا بقول لك ان انت ايه ده؟ معناه ان انت بتفحص شيء ما بحرص. كلمه كيرفولي دي معناها بحرص. اكزامين معناها ان حضرتك بتفحص الشيء ده وبتتاكد منه. فانا بقول لك ان انت بتفحص بحرص الحقائق. فاكتس يعني حقائق. طب الحقائق الخاصه بايه؟ بكرايم، جريمه، او ايفنت، حدث. to find the truth about it، علشان تجد حقيقة الشيء ده. هل ده معناه ان حضرتك imitate؟ كلمة imitate معناه بيقلد، ولا include ان هو بيشمل او بيتضمن؟ investigate معناه يتحقق من. طب innovate معناه يبدع او يبتكر. مستور انا عايز افحص الحقائق او اتاكد من الحقائق، يبقى هنا investigate يعني بيتحقق من امر. طيب ده اول سؤال. السؤال اللي بعده بيقول لك my brother is a او an نقط دكتور. هو اخويا بيكون دكتور ايه؟ he will get his degree next year. هو سوف يحصل على ديجري يا مستر، يعني الدرجة العلمية. يعني حضرتك هو هيتخرج وياخد درجة التخرج أو شهادة التخرج بتاعته السنة الجاية. فده معناه إن هو ترينر ولا تريني ولا امبلوي ولا امبلوير. حتة مهمة جدا بقى، ركز معايا. دلوقتي عاوز أعرفك أول حاجة إن إحنا عندنا فعل اسمه ترين، بمعنى إيه يا مستر؟ يتدرب. طيب لو حضرتك دلوقتي جيت لي ترين دي حطيت لها ING، فده بقى معناه إيه؟ التدريب نفسه. يبقى تاني ترين ده فعل يتدرب. طيب تريننج التدريب. طيب لو انا قلت لحضرتك دلوقتي من ترين دي ضفت لها ER فبقت ترينر، معناه ايه يا مستر؟ ده المدرب اللي بيدرب. طب ايه يا مستر تريني اللي عندي في الاختيارات برضو دي معناها ايه بقى؟ معناها متدرب. يبقى انت تفهم لما تلاقي في كلمه بيكون اخرها ER يبقى ده الشخص اللي بيعمل الحاجه، اللي بيدرب الفريق. طب الفريق ده متدرب بيتدرب، يبقى اكيد اخره EE. تمام؟ طيب تعالى نقيس الكلام ده دلوقتي على كلمة امبلوي وكلمة امبلوير. أنا الأول عايزك تعرف إن أنا عندي كلمة امبلوي ده فعل. معناه إيه يا مستر؟ معناه يوظف. حضرتك أخدت الاسم منه امبلويمنت اللي هو التوظيف، الشغل. طيب امبلوي يا مستر معناه إيه؟ معناه الموظف في الشركة. جميل؟ طيب امبلوير معناه صاحب الشغل، صاحب العمل. يبقى حضرتك تفهم دلوقتي الحاجه اللي اخرها ER دي الراس الكبيره، لكن الEE يبقى الحاجه اللي تحتها. يعني انا لما قست دلوقتي الكلام ده على ترينر معناه المدرب اللي بيدرب اللي بيعمل الحاجه. طب تريني المتدرب نفسه اللي تحت منه. نفس الكلام امبلوي يبقى انا الموظف. طب امبلوير صاحب الشغل. جميل؟ ممكن نقيس الحته دي دلوقتي على كمان كلمه انترفيو. معناه يا مستر انترفيو كفعل معناه يجري حوار، بيجري مقابله شخصيه، او الحوار والمقابله الشخصيه نفسها. طيب لو انا جيت قلت لك دلوقتي يا مستر انترفيور حطيت لك هنا ER يبقى معناها ايه؟ طب حطيت لها EE بقى معناها ايه؟ لو انا قلت لك انترفيور يبقى انا دلوقتي الصحفي، انا صاحب الشغل، انا اللي بعمل معاك الحوار، انا اللي بجري معاك المقابله. طب انت جاي تقدم على شغل يبقى انت كده انترفيوي، انت اللي بيجرى معاك المقابله. طيب تعال نرجع لسؤالنا نفسه بقى. كان بيقول لك ان اخويا دكتور ايه وهو هيتخرج السنه الجايه، يبقى اخويا متدرب، اخويا دكتور لسه تحت التدريب. جميل؟ لسه في فتره الامتياز، يبقى اكيد اخويا ترينيه اخرها EE. صعب؟ لا يا مستر. طب تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك ذا كانت ذس موت الملك كيم از اتاكا، يعني جه علينا كانه ايه؟ شك. معناها يا مستر شوك دي معناها صدمه. يبقى هو جه علينا صدمه ايه؟ واحده واحده بقى. مستر انت اتفقت معايا قبل كده وقلت لي ان انا لما بلاقي اسم
والاقي قبليه نقط يبقى انا بدور على صفه، فسعادتك هنا بتدور على صفه. طيب بتدور في الاختيارات كلها لقيتهم كلهم صفات، عايز تعرف معناها. كلمه فانتاستيك دي صفه معناها رائع يا مستر. طب تريفيك برضو معناها رائع، دي صفه كويسه، ودي كمان صفه كويسه. فينفع ان انا اقول لك موت الملك اتى علينا كصدمه رائعه؟ لا يا مستر ما ينفعش. طيب امال تيربل يا مستر معناها ايه؟ معناها فظيع، معناها سيء، فظيع للغايه او سيء للغايه. طيب تريمندس يا مستر معناها ايه؟ معناها كبير جدا او هائل. مستر صدمه، اكيد صدمه ايه؟ صدمه فظيعه او سيئه، يبقى اكيد الاجابه تيربل لتر سي. طيب اللي بعده سؤال رقم 4 بيقول لك هي واز كوت. حضرتك عارف ان انا عندي فعل اسمه كاتش معناه يمسك، الماضي منه كوت كوت، فهنا دي حضرتك مبنيه للمجهول، وانت عارف يعني ايه مجهول؟ مجهول انا ببدا بالمفعول، الشخص اللي بيحصل له الحاجه. فانا هنا بقول لحضرتك ان هو اتمسك، هو تم الامساك به نقط ان ذا اكزام، في الامتحان. تم الامساك به بيعمل ايه في الامتحان؟ بيغش يا معلم. طيب انا واحده هنا تنفع حضرتك كلمه ستيل معناها يسرق، فهو مش بيسرق في الامتحان. طب راب برضو معناها يسرق، يبقى ستيلينج غلط ورابنج كمان غلط. طيب كلمة تشيتنج معناها يغش، اتمسك بيغش في الامتحان. مستر طب شير معناها ايه؟ خدناها بمعنى يشارك، بيشارك حاجة. طيب فأصبح ان الإجابة طبعا تشيتنج ان ذا اكزام معناها بيغش في الامتحان. طب اللي بعده سؤال رقم 5 بيقول لك ده سيريس. كلمة سيريس هنا عايزك تعرف هي كلمة سيريس في العادي معناها متسلسل، حاجة متسلسلة، بس هنا معناها ايه؟ معناها المسلسل اللي سعادتك بتتفرج عليه. فأنا بقول لحضرتك دلوقتي the series is very interesting، المسلسل مدهش أو رائع جدا. so علشان كده the viewers معناها ايه يا مستر viewers دي؟ المتفرجين. المتفرجين اللي قاعدين في البيت، المشاهدين مالهم بقى المشاهدين دول؟ are waiting with، قاعدين بينتظروا، مستنيين يا مستر بفارغ الصبر. حضرتك اخدت اكسبريشن كله على بعضه بتحفظه اسمه wait with bated breath. wait with bated breath كان معناه بينتظر بفارغ الصبر، ده بتحفظه على بعضه موجود عندك في يونت 1. wait with bated breath بينتظر بفارغ الصبر، يعني قاعد مش على بعضه مستني الحاجه تحصل. طيب اللي بعده سؤال رقم 6 بيقول لك the official. كلمة official الجميلة اللي قدام حضرتك دي معناها المسؤول أو الموظف، المسؤول عن الشيء أو الموظف was fired. مستر أنا عارف إن كلمة fire معناها نار صح؟ ليها كذا معنى بالإنجليزي. أولاً fire معناها نار، وممكن يكون معناها حريق، وممكن يكون معناها دفايه، يعني متفقه حضرتك تجيب شويه نار تولعهم وتقعد جنبهم تتدفى، فمعناها نار، معناها حريق، معناها دفايه من النار، ومعناها كمان بيضرب النار على حد. اقول لك على حاجه، المعنى هنا معنى خامس، معناه تم فصله او تم طرده من الشغل. فلما اقول لحضرتك the official was fired يعني الموظف هنا تم طرده، اتطرد. الكلام ده صعب because he نقط بسبب ان هو ايه؟ valuable information، بسبب ان هو عمل ايه؟ في معلومات قيمة. حضرتك دلوقتي عندك كلمة information معلومات، وvaluable معناها قيم. to social media هو عمل ايه للمعلومات القيمة دي على السوشيال ميديا، على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل logged ولا leaked ولا leaked ولا lagged؟ لا يا مستر احنا خدنا التانية دي اللي هي leak بمعنى يسرب، يبقى الشخص ده سرب معلومات على السوشيال ميديا. جميل. طيب ممكن تجي لك باسلوب تاني، بيقول لحضرتك هي obtained، هي معناها ايه يا مستر obtained دي؟ obtained معناها حصل على. هو حصل على ايه؟ document. يعني ايه يا مستر document؟ document معناها ملف او وثيقه، مستند. هو حصل على وثيقه مسربه، حاجه متسربه، فكلمه ليكد هنا جت كصفه بمعنى مسرب. يبقى فوق هو سرب فعل في الماضي، لكن تحت هنا جايه ايه؟ جايه كصفه قبل الاسم. احنا لسه قايلين من شويه ان الاسم بيجي قبليه صفه، فاقول لك a leaked document يبقى ملف او وثيقه مسربه. طيب containing بتحتوي على ايه يا مستر؟ the views of some officials. جميل، هي بتحتوي على الفيوز المشاهدات لبعض المسؤولين. جميل. طيب تعال نشوف اللي بعديه. The most recent major نقط was an explosion at an oil refinery. معناها ايه يا مستر الجملة دي؟ تعالى نمشي مع بعض كلمة كلمة. احنا دلوقتي حضرتك عايزين هنا اسم. الاسم ده صفته ان انا بقول لك هو الاكبر، كلمة ميجر معناها الاغلب او الاكبر، والاحدث الاكثر حداثة. نعم
was an explosion. اكبر حدث، الحدث الاكبر او الاضخم كان عباره عن explosion. يعني ايه يا مستر؟ انفجار. كلمه explosion دي معناها انفجار. كان في انفجار فين يا مستر؟ an oil refinery، يعني معمل تكرير البترول. فكان في انفجار في معمل تكرير البترول. فده بيعتبر ايه؟ هل اوكيجن ولا فيستيفال ولا اورجانيزيشن ولا انسيدنت؟ واحده واحده بقى. تعالى كده مع بعض، عايزين نستبعد الاول كلمه اورجانيزيشن لان دي معناها منظمه او مؤسسه. جميل. ونفترض ان احنا دلوقتي عندنا كلمه كمان اللي هي اكسيدنت. عايزين نفرق ما بين الاربع كلمات دول. يلا بينا. هنستبعد اول واحده اللي هي كلمه فيستيفال. معناها ايه يا مستر؟ معناها مهرجان او احتفال. جميل. فاصبح ان ده مش احتفال يا مستر، فده غلط. طيب ايه الفرق يا مستر ما بين اوكيجن وما بين انسيدنت واكسيدنت وكمان نحط عليها كلمه ايفنت؟ يلا بينا نفرق واحده واحده بقى. كلمه اوكيجن اللي عند سعادتك دي هي مناسبه سعيده، في فرح، في خطوبه، في تخرج، في طلاق، ففي مناسبه سعيده حضرتك بتحتفل بيها، فدي كده ايه؟ اوكيجن. يبقى مستر مش عايزينها. طيب تعالى نشوف بقى، نختار. احنا ما بقالناش اصلا غير انسيدنت. عايزين بس احنا الاول نفرق ما بين ايفنت وما بين انسيدنت وما بين اكسيدنت. كلمه ايفنت حضرتك معناها حدث مهم. يعني ايه؟ يعني في شاعر مثلا عامل حفله، في رئيس جاي، في وزير رايح يفتتح مكان، فده كده ايفنت، ده حدث مهم. تمام. طيب اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي الفرق ما بين كلمه انسيدنت وما بين اكسيدنت. الاثنين معناهم حادثه. الاثنين معناهم ايه؟ معناهم حادثه. طيب ايه الفرق يا مستر في المعنى ما بين الاثنين؟ كلمه انسيدنت الجميله اللي قدام حضرتك دي معناها ان الحادثه دي من غير خسائر في الممتلكات والارواح. جميل. يعني ممكن يكون فيها خسائر وممكن لا. لكن كلمه اكسيدنت لازم يكون في خسائر في الارواح او الممتلكات. مش فاهم منك اي حاجه. امتى استخدم اكسيدنت؟ استخدم اكسيدنت لو حضرتك دلوقتي حادثه في عربيتين خبطوا ببعض، في ناس ماتت، فدي كده اكسيدنت. طب العربيتين نفسهم باظوا، ففي خسائر في الممتلكات، فكده اكسيدنت. طب في عماره وقعت، خسائر في الممتلكات، فدي اكسيدنت. جميل. لكن لو في عربيه مثلا انت ماشي وعملت حادثه بس العربيه ما حصلهاش حاجه وانت الحمد لله ما حصلكش حاجه، فدي كده انسيدنت. عشان هنا مفيش خسائر ولا في الممتلكات ولا في الارواح. يبقى اصبح دلوقتي ان كلمه انسيدنت هي كلمه عامه، معناها ايه؟ حادثه، في امر عارض، في مشكله حصلت، ممكن يكون في خسائر وممكن ما يكونش، لكن طالما في خسائر ممتلكات وارواح يبقى اكسيدنت. طيب اللي بعده سؤال 8 بيقول لك he was imprisoned. كلمه imprisoned يا مستر معناه اتسجن، تم سجنه. جميل. كلمة imprison معناها يسجن، فهي was imprisoned مبنية للمجهول معناه تم سجنه. although بالرغم من he didn't not any crime، بالرغم من ان هو ما عملش اي جريمة. اقول لك على حاجة جميلة فكك من السؤال كله. اول ما تلاقي عندك في السؤال كلمة crime معناها جريمة، دور على حاجتين. لو حضرتك في مجرم بيرتكب الجريمة يبقى انت بتدور على كلمة commit. كلمة commit دي معناها يرتكب جريمة. جميل. فاقول لك commit a crime. طيب لو البوليس رايح يحل اللغز بتاع الجريمه نقول عليه solve a crime. يبقى تاني مع المجرم commit a crime، بيرتكب جنايه، بيرتكب جريمه. طيب البوليس solve a crime يعني بيحل الجريمه دي او بيعرف سبب المشكله، فطبعا الاجابه معاها يبقى commit. طب اللي بعده a note is a newspaper that has small pages. فيها واحده واحده ماشي معايا بقى. هو عايز يعرف ان دي جريده مالها فيها صحف صغيره. a lot of photographs فيها الكثير من الصور and stories وفيها قصص mainly بتكون اساسي او بشكل اساسي about celebrities بتكون عباره عن الشخصيات. الصور دي عن الشخصيات المشهوره. جميل. ناس مشهوره. طيب rather than معناها ايه يا مستر؟ rather than دي معناها بدلا من serious news، بدلا من الاخبار الجاده، الاخبار الخطيره، اخبار البلد. واحده واحده. في يونت 1 سعادتك درست الفرق ما بين حاجتين، ما بين البرود شيت وما بين التابلويد. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ البرود شيت حضرتك دي جريده الاهرام وجريده الجمهوريه، دي الجريده الرسميه بتاعت البلد اللي فيها الاخبار الدوليه. بتلاقي ان الورق بتاعها كبير. طيب الكلام فيها كتير، الصور فيها قليله، بيكون اخبار دوليه وحقائق ووقائع. جميل. دي الجريده الرسميه بتاعت البلد. طيب اخدنا حاجه ثانيه اسمها التابلويد، دي المجله الصغيره اللي فيها اخبار الفنانين، صور فيها كتير، الصفحه نفسها صغيره فيها صور فنانين. جميل. بتلعب على مشاعر الناس، بتحكي لهم قصص. يبقى انا اول ما بلاقي فوتوغراف صور وبلاقي ستوريز قصص وبلاقي سيلبريتيز مشاهير، يبقى على طول هروح اختار كلمه تابلويد.
يبقى البرود شيت دي الجريده الرسميه للبلد. طب ميليتري دي معناها الجيش، وليتراري معناها ادبي تخص الادب. طيب اللي بعده I want to know how to not this stain from my shirt. بقول لك انا عاوز اعرف I want to know، انا اريد ان اعرف how to. عايزين نقول معلومه جميله على جنب. اول ما تلاقي عندك كلمه استفهام موجوده في نص الجمله، عندك مثلا what في نص الجمله، عندك how في نص الجمله، عندك where في نص الجمله، اي كلمه استفهام في نص الجمله جاي بعدها فعل يبقى وراه to المصدر وانت مغمض كده. دي معلومه على جنب. يعني ايه يا مستر؟ يعني انا بقول لك مثلا I don't know، انا ما اعرفش what to do ماذا افعل، where to go اين اذهب، مثلا how to do كيف افعل، وهكذا. يبقى بيجي وراها to المصدر. this stain معناها ايه يا مستر؟ stain دي معناها بقعه. يبقى انا بقول لحضرتك دلوقتي انا ما اعرفش ازاي اشيل البقعه دي from my shirt من القميص بتاعي. طيب تعالى بقى واحده واحده. انا واحده هنا مستر معناها يزيل او يمسح، كلمه ريموف. ريموف معناها يزيل او يمسح. طب ريسكيو معناها ينقذ. طب ريسيف يستلم. طب ري اوردر، اوردر يطلب او يؤمر، فري اوردر يعيد طلب او يعيد امر. هي از فيري نقط، هو بيكون ايه جدا مستر؟ انت قلت لي قبل كده ان فيري الجميله دي ممكن يجي بعدها صفه او حال، وطالما سعادتك عندك از فيرب تو بي فبيجي وراها صفه، احنا محتاجين هنا صفه. طيب انا ببص هنا لقيت الاربعه صفات. بقول لحضرتك هي جيتس اون ويل، انا عايزك تحفظ الحته دي بقى كلها على بعض كده. جيت اون ويل ويز، وبعد كده الشخص معناها بيتناغم جيدا مع، يعني بيتعرف على الشخص ويخلي الشخص يحبه، بيقضي وقت لطيف معاه، بيتناغم معاه. فانا بقول لك he gets on well with anyone he sees، اي حد يشوفه بيتناغم معاه. جميل، كانه يعرفه قبل كده. فاصبح ان الشخص ده اكيد ايه يا مستر؟ اجتماعي. حلو قوي. يبقى انا دلوقتي يا مستر استبعدت organized لان معناها منظم، الشخص ده منظم او مرتب. كلمه طف، لا يا مستر كلمه طف دي معناها عنيف او قاسي، فمش عايزينها هنا. طيب ولا دي ولا دي، اتبقى لي سوشيال وسوشيبل، الاثنين دول معناهم اجتماعي. اختار انه واحده بقى، واحده واحده. لو سعادتك دلوقتي بتتكلم على حاجه تخص المجتمع تيجي اكتر مع الاشياء زي مواقع التواصل الاجتماعي، اسمها السوشيال ميديا ولا سوشيابل ميديا؟ اسمها سوشيال ميديا، يبقى دي بتيجي مع الاشياء اكتر. لكن لما اقول ان الشخص ده اجتماعي، شخص غير انطوائي ما بيقعدش لوحده بيحب الناس، اسمها سوشيابل، يبقى الشخص ده سوشيابل، الشخص ده ايه؟ اجتماعي. كلام صعب؟ لا يا مستر. يبقى تاني سوشيال اجتماعي تيجي مع الاشياء تخص المجتمع، تيجي مثلا مع الاعلام، مع النوادي، مع الحاجات دي كلها. لكن كلمه سوشيبل تيجي مع الاشخاص، الشخص ده اجتماعي. طب اللي بعده سؤال رقم 12 بيقول لك you shouldn't، انت لا يجب عليك نقط ذا لو، ان انت نقط القانون، or you will be in prison، والا سوف تكون في السجن. will be in prison هتكون في السجن. اول ما سعادتك تلاقي عندك كلمه law اللي معناها قانون، بص يا معلم، تلاقي عندك كلمه law بمعنى قانون او rules بمعنى القواعد، اعرف على طول حاجه من اتنين. لو انا عايز اقول لك ان انت بتطيع الاوامر، بتطيع القواعد، بتطيع القانون، يبقى obey the law. obey معناها بتطيعه. لكن لو انا عايز اقول لك ان انت بتخرج عن القانون او بتكسر القوانين يبقى حضرتك بريك. فهنا بقول له ايه؟ انا بقول له ما ينفعش ان انت تكسر القانون والا هتتسجن. يبقى طبعا الاجابه ايه؟ بريك ذا لو. طيب كلمه اوبي معناها يطيع، تيجي مع القوانين وتيجي مثلا مع الوالدين، تطيع والديك. طب كلمه فولو بمعنى يتبع، ممكن تيجي مع القوانين، اقول لك فولو ذا لو يتبع القانون. جميل. طب تعالى نشوف اللي بعده. The old man، الراجل العجوز was grumpy. كلمة grumpy دي موجودة عندنا في اليونت بمعنى غاضب، ساخط، متأفف، زعلان جدا. as he had missed the train، لأنه هو فوت القطر فكان غضبان جدا. طيب كلمة grumpy دي أول ما يقول لك close in meaning يعني قريبة في المعنى تو كلمة إيه؟ الشخص هنا متضايق جدا. أنا واحدة هنا تنفع بمعنى متضايق. طب كلمة excited معناها متحمس، ما تنفعش. مثار. طب كلمة delayed، كلمة delay أصلا معناها يأجل، يسوف، لا ما تنفعش. لكن هي بتساوي كلمة إيه؟ بتساوي كلمة furious مستار. طب كلمة furious وكلمة curious الاتنين قريبين من بعض، دي معناها إيه ودي معناها إيه؟ كلمة furious معناها غاضب جدا ساخط، بتساوي كلمة grumpy وبتساوي very angry. أمال إيه يا مستر كلمة curious دي؟ كلمة curious دي معناها إن الشخص ده فضولي، حشري، نوزي، بيحب يحط مناخيره في اللي مالوش فيه. طب تعالى نشوف اللي بعديه. 14 بيقول لك don't argue. كلمة argue معناها يجادل، بيجي وراها حرف الجر ايه؟ بيجي وراها with. argue with him لا تجادل معه، يعني ما تجادلش ما تتناقش معاه.
You can't persuade him. مش هتقدر تقنعه. كلمة persuade عليك حضرتك بمعنى يقنع، فأنت مش هتقدر تقنعه. ليه يا عم؟ as he stubborn. كلمة stubborn معناه إن هو عنيد. يبقى أنت مش هتقدر تقنعه لأن هو عنيد. طب تعالى نشوف اللي بعده. بقول لك we think that إحنا بنعتقد إن the person who won the quiz، بنعتقد إن الشخص اللي كسب الكويز أو المسابقة الصغيرة دي is a، بيكون إيه؟ he looked up. الشخص ده بحث عن، احنا خدنا كلمة لوك اب دي كانت بمعنى يبحث عن معنى كلمة في قاموس او بيدور عليها على الانترنت، فانا بقول لك لوك اب انسرز، دور على الاجابات اونلاين على الانترنت، which wasn't allowed، والشيء ده ما كانش متاح، الشيء ده ما كانش مسموح بيه. جميل. فيبقى تشات ولا بايس ولا تشيت ولا سبين، الشخص ده كان غشاش. ما انا عايزك تعرف ان كلمة تشيت، كلمة تشيت خدناها من شوية بمعنى يغش، تشيت بمعنى غشاش. كلام صعب؟ لا يا مستر. تعال نشوف اللي بعده. طيب سؤال 16 بيقول لحضرتك people who leak. يعني ايه يا مستر ليك؟ ليك معناه بيسرب، الناس اللي بتسرب بوكس الكتب and join in، وبيشاركوا فيه، بيتورط فيه، نقط are punished، بيتم معاقبتهم for their crime، على الجريمه بتاعتهم. يبقى الناس اللي بتسرب الكتب وبيشتركوا في ايه؟ بيشتركوا في القرصنه. يعني ايه يا مستر قرصنه؟ اللي هي بايرسي. بايرسي بمعنى القرصنه. طب تشات طبعا انت عارف محادثه تشات، وتشيت معناها يغش او غشاش. بايريتس بقى معناها ايه؟ القراصنه نفسه. طيب عايز اعرفك معلومه جميله، كلمه بايريت مش شرط القرصان اللي في البحر. بايريت هو اي حد بيسرق من شخص حاجه. فحضرتك دلوقتي لو مثلا في كتاب حد كاتب منزله وحضرتك دلوقتي سرقت الكتاب ده PDF ونزلته، فانت كده بيتقال عليك بايريت، قرصان، لان انت سرقت حاجه مش من حقك ان انت تسرقها. نفس الكلام مع الاغاني، مع الافلام، مع المسلسلات، الحاجات المتاحه كلها على النت، لان دي ناس مشتركه وعامله وفي انتاج وفي فلوس وهكذا. طيب فاصبح دلوقتي الاجابه طبعا بايرسي. 17 بيقول لك my brother was finally، اخويا اخيرا كان ايه؟ that he had been selected، تم اختياره. كلمة select يختار، فهو هنا مبنية للمجهول، تم اختياره for the new position، للمكانة الجديدة أو المرتبة الجديدة as sales manager، كمدير مبيعات. يبقى أخويا تم إيه؟ تم إخباره أو تم إعلامه إنه تم ترقيته، يبقى طبعا informed. كلمة inform بمعنى يخبر أو يعلم. كلمة ask يطلب، وسيد يقول، واوردر يؤمر، فهو طبعا تم اعلامه او اخباره ان هو طبعا ايه؟ تم اختياره للمكانة الجديدة كمدير مبيعات. طيب اللي بعده in his advertisement، في الاعلان بتاعه. احنا خدنا كلمة advertisement كان معناها اعلان تجاري، اعلان في التلفزيون، في الراديو، في الشارع، اعلان تجاري بغرض تقديم خدمة او بيع شيء، منتج. he left out، هو استبعد او ترك. كلمة leave out خدناها بمعنى يستبعد او يهمل شيء. فالشخص ده left out the fact، اهمل حقيقة ان that the flat، ان الشقة is in opposite the Nile، ما كانتش بتطل على النيل، ما كانتش في وش النيل. to make others buy، عشان يجعل الاخرين، عشان يخلي الناس التانية buy it at a higher price، يشتروها بسعر اعلى. This is bias by، هو ده بيعتبر تحيز ايه؟ حضرتك في يونت 1 كان عندك 3 انواع من التحيز، عندك bias by spin، وبايس باي اوميشن، وبايس باي بليسمنت. احنا هنستبعد ريبليسمنت دي بمعنى استبدال، مش عايزينها. طيب ايه انواع التحيز ده عشان نبقى عارفينهم؟ حضرتك دلوقتي النوع الاول وليكن مثلا بايس باي سبين، اللي هو التحيز عن طريق التزييف، ان في حاجه حصلت فانا دلوقتي الف لك الامور بمعنى او اوصل لك وجهه نظر. فحضرتك دلوقتي مثلا ازيف الامور، اقص مثلا جزء من الفيديو، اعمل اي حاجه بحيث ان انا ازيف الحقيقه، ما اوصلكش الخبر كامل. يبقى ده كده تحيز عن طريق التزييف، ان انا ما بوصلش الحقيقه كامله. اقص فيديو، اقص مقطع حد مثلا شيخ بيتكلم بيقول حاجه معينه، فانا اقص الكلام بتاعه فيطلع بمحتوى تاني او يوصل رساله تانيه وهكذا. طيب البايس باي اوميشن اللي هو عن طريق الحذف او الاهمال، ان في خبر معين انا عايز انزله، في حاجه مهمه جدا، اشيل الحاجه دي، احذفها، فالخبر يبقى ناقص. فانت دلوقتي انا عايز اوصل لك وجهه نظري، فانا دلوقتي في الخبر ده احذف جزء معين، فانت ايه؟ تاخد نفس وجهه النظر بتاعتي، يبقى انت بتحذف جزء من الخبر. طيب البليسمنت اللي هو ايه؟ الموضع. دلوقتي انا عندي جريده،
فيها اخبار، فاعمل ايه؟ انا دلوقتي مثلا وليكن مثلا في 3 4 مترشحين للانتخابات، حلو كده؟ فانا دلوقتي عايز، انا بحب مثلا مرشح معين، اعمل ايه؟ احط صورته في اول الخبر، اول واحد الناس تقراه هو ده، يبقى ده كده عن طريق الموضع في الجريده، يبقى ده تحيز عن طريق المكان. جميل؟ يبقى على حسب مكان الخبر في الجريده. يبقى تاني، البايس باي سبين هو تحيز بالتزييف، بزيف الخبر، ما نقلش الحقيقه كامله. جميل؟ وزيف الامور. لكن كلمه اوميشن انا اصلا بقص جزء من الخبر، بحذف حاجه معينه من الخبر. طب البليسمنت على حسب الموضع او المكان بتاع الخبر. فطبعا هنا هو الشخص ده في الاعلان بتاعه في الجريده اهمل حقيقه ان الشقه ما بتطلش على النيل. عمل ليه كده يا عم؟ عشان خاطر يخلي الناس تشتريها بسعر اعلى. هو اهمل حاجه معينه، اهمل جزء من الخبر، يبقى ده باي اوميشن. هو حذف حاجه معينه. طالما لقيت عندك كلمه ليف اوت اللي هي بقى المصدر منها من ليفت اوت، ليف اوت بمعنى يستبعد او يترك. جميل؟ وممكن الاقيها برده ميس اوت، سواء ميس اوت او ليف اوت، فاعرف على طول ان ده باي اوميشن. هو حذف جزء من الخبر، معلومه ما ذكرهاش. طب اللي بعده، I always get very nervous. أنا دايما بصبح متوتر وعصبي جدا when I go for a job نقط، لما بروح لإيه؟ وظيفة. And I forget what to say. وبنسى أقول إيه. حضرتك دلوقتي إحنا لسه قايلين من شوية كلمة interview، كان معناها إيه؟ كان معناها مقابلة شخصية. فأنا بتوتر وأنا رايح للمقابلة الشخصية. ولسه قايل لك من شوية إن interview ممكن تكون فعل بمعنى يجري المقابلة، او المقابله نفسها. انترفيور هو الشخص اللي بيعمل معاك المقابله، صاحب الشغل او الصحفي. انترفيوي ده الشخص اللي بيجرى معاه المقابله. طيب انترنشيب يا مستر فيها ار هنا زياده. انترنشيب معناها ايه؟ معناها فتره الامتياز، وهيقابلنا سؤال عليها هنتكلم عليها كمان شويه. ريفيو معناها مراجعه لشيء. طب سيتيزنشيب اللي هي المواطنه، سيتيزن معناه مواطن، فسيتيزنشيب الاسم منها اللي هي المواطنه. طيب ذا نيوز ستوري القصه الاخباريه about the match اللي كانت جايه على المباراه، على الماتش. بص بقى، missed out اهملت او تركت. the injured player اللاعب المصاب، ما ذكرتش اللاعب اللي اتصاب في المباراه. so لذلك there was bias by، عشان كده في تحيز عن طريق ايه بقى؟ هي اتكلمت على كل حاجه حصلت في المباراه بس اهملت اللاعب المصاب، فده عن طريق الحذف، يبقى ده برضه باي اوميشن. كلام صعب؟ لا يا مستر. طيب تعال نشوف اللي بعده. I like to go to work on time. انا بحب اروح الشغل زي كده بالظبط، اروح الشغل في ميعادي. فانا بحب ان انا اروح الشغل في ميعادي. I usually انا عاده not early to avoid traffic jam. ليه يا مستر؟ انا ايه؟ مبكرا علشان اتجنب. كلمة avoid بمعنى يتجنب، traffic jam اللي هي الزحمة المرورية. جميل؟ طيب فاصبح ان هو بيبدا الرحله او بينطلق. كلمه ينطلق اللي هي كلمه ايه؟ set off. set off معناه بينطلق او بيتحرك من مكانه. تمام؟ طيب sit down طبعا يجلس، وكاتش اب with لو جات لك بمعنى يواكب او يساير، وتيرن اوف بمعنى يطفي. طيب the police الشرطه are looking for بتبحث عن، بتدور على ايه؟ who has escaped from the prison اللي هرب من السجن. مين اللي هرب من السجن؟ اكيد المدان. ايه المدان يا مستر؟ او المذنب اللي هو ايه؟ convict بمعنى مذنب او مدان او محكوم عليه. يبقى الشخص المحكوم عليه ده بيتقال عليه convict. officer طبعا الضابط، وفيكتيم ضحيه، وجارد بمعنى حارس او وصي. نقط is the place هو المكان where people are buried. مستر هي ايه buried دي؟ buried دي الماضي من كلمة bury بمعنى ايه؟ بمعنى يدفن. فده المكان اللي الناس بتدفن فيه، بيتقال عليه ساعتها ايه؟ بيتقال عليه الجريفيارد. ايه الجريفيارد ده؟ اللي هو المقابر او الجبانة. جميل؟ اللي الناس بتدفن فيه. طيب تعال نشوف اللي بعديه. طبعا كلمة ميوزيوم اللي هي متحف، وشيب يارد بمعنى الترسانه البحريه اللي السفن بتقف فيها، ومانجن دي بمعنى قصر، القصر بيتقال عليه مانجن. طب اللي بعده is the act of making. بص بقى ركز معايا عشان التعريف ده مهم. هو عباره عن تصرف of making، حضرتك بتعمل فيه ايه؟ and selling وبتبيع illegal copies، بتبيع نسخ غير قانونيه of computer programs للبرامج بتاعت الكمبيوتر، وكمان البوكس الكتب، فيديوز الفيديوهات، اور سيديز والسيديهات in order to sell them. يبقى حضرتك بتسرق السيديهات والافلام والكتب والبرامج علشان تبيعها على الانترنت. ده بيتقال عليه ايه؟ بيتقال عليه قرصنه. يعني ايه قرصنه؟ بايرسي يعني قرصنه، ان انت بتسرق شغل ناس تانية. برايفسي معناها خصوصيه، انوفيشن الابداع او الابتكار، وانتليجنس الذكاء. طب اللي بعده 25 بيقول لك ذا شوز سكسس، نجاح العرض made him an
overnight جعل الشخص ده ان هو يكون ايه؟ هل celebrated ولا celebrity ولا obesity ولا public؟ واحده واحده. ده اصلا شخص فمش هقول عليه public، لان public معناها العامه او الجمهور من الشعب، ده لو اسم، وبيكون معناها لو هي صفه بمعنى عام ان الحاجه دي تخص الناس كلها. obesity معناها السمنه، التخن. طيب يا اما اقول عليه celebrated يا اما celebrity. احنا لسه قايلين من شويه ان شخصيه مشهوره معروفه عند الناس بيتقال عليها celebrity. مستر امال ايه celebrated اللي فوق ده؟ ده الماضي من كلمه celebrate. معناه ايه؟ معناه يحتفل. celebrate يحتفل. طب celebrated احتفل، الاسم منها celebration بمعنى الاحتفال. تمام؟ فالشخص هنا شخص مشهور يتقال عليه celebrity. طب اللي بعده 26 بيقول لك he was accused of. accused of اللي عندك دي معناها متهم بيه، بتساوي بالظبط كلمة charged with. معناها ايه؟ معناها متهم بيه او مسؤول عنه. publishing مسؤول عن نشر. deliberately ايه يا مستر كلمة deliberately دي؟ معناها عن قصد او بتعمد، يعني الشخص ده عمل الحاجة وهو قاصد. نقط and misleading news story، وكمان بيضلل قصة إخبارية. طيب مش فاهم منك حاجة، يعني إيه؟ يعني الشخص ده متهم إن هو نشر إيه؟ هو نشر قصة إخبارية مضللة، إن misleading بمعنى مضلل، وكمان القصة دي إيه؟ وعاملها عن عمد. مستر يبقى هو نشر القصة دي علشان هي قصة سنسيشنال. يعني إيه؟ يعني بتلعب على مشاعر الناس. تمام؟ طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. طبعا سيرجيكال معناها جراحي، وسوشيال معناها اجتماعي، وكريمنال معناها مجرم. طب اللي بعده she was certainly هي كانت بالتأكيد نقط but the police couldn't prove that، ولكن الشرطة ما قدرتش تثبت. كلمة prove بمعنى يثبت، ما قدرتش تثبت الكلام ده. so they set her free علشان كده أطلقوا سراحها. كلمة set free معناها يحرر أو يطلق سراح. فهي كانت بالتأكيد مذنبة بس الشرطة ما قدرتش تثبت، علشان كان كده إيه؟ خرجوها. طيب تعال نترجم مع بعض. كلمة innocent معناها بريء. لا يا مستر هي مش عايز يقول هي كانت بريئة. طب كلمة clear معناها واضح. لا برضه يا مستر. طب كلمة guilty معناها مذنب. يا مستر هي كانت بالتأكيد مذنبة بس الشرطة ما قدرتش تثبت ده. طيب relevant طبعا معناها مناسب أو ملائم، مش عايزينها. I don't like nosy people لسه مقابلنا من شوية قلت لك عليها. كلمة nosy بمعنى حشري، بمعنى فضولي. ما بحبش الناس، حتى جاية من كلمة nose بمعنى أنف، بيحط مناخيره في اللي مالوش فيه. فأنا حقيقي ما بحبش الناس الحشرية. هو always اللي دايما interfere. معناها ايه interfere؟ بتتدخل. الناس اللي بتتدخل in others affairs في شؤون الآخرين، تتدخل في امور الناس التانية. The word nosy كلمة nosy بمعنى حشري هي means ايه؟ هل cheerful بمعنى مبتهج ولا forgiving بمعنى متسامح؟ طيب كلمة inquisitive معناها ان الشخص ده فضولي، تمشي. طب curious بمعنى فضولي، يبقى هي دي الإجابة. طيب كلمة thoughtful دي معناها ايه؟ كثير التفكير، بيفكر كتير. لا يا مستر. طب ambitious معناها طموح. لا يا مستر ما تنفعش. طب strict معناها ان الشخص ده صارم حاد ما بيفكرش كتير. طيب فده برضو غلط. طيب traveler المسافر complained about اشتكى من lack of information نقص المعلومات. كلمة lack معناها نقص. when travel delays لما التأخير أو لما السفر ده تأجيل السفر حصل. جميل. أنا واحدة هنا تنفع مستر؟ واحدة عايز أعرفك معلومة مهمة جدا. إحنا عندنا أصلا كلمة اسمها happen معناها يحدث، بتساوي كلمة تانية اسمها occur. جميل. بتساوي كلمة تالتة اسمها take place. التلاتة دول يا مستر معناهم إيه؟ معناهم يحدث. لو انت جربت بالعربي تقول يحدث في المبني للمجهول ينفع؟ ما ينفعش يا مستر. امال هو هنا ازاي حاطط happened في المبني للمجهول؟ يبقى الكلام ده غلط. جميل. طيب ما انت مستر قايل لي ان انا عندي اوكر يحدث وهي جايه لي في الماضي اهو. هو ضاعف الار وحط اي دي. تنفع. حدث لما تاخير السفر حصل. امال ايه يا مستر كوز؟ ده معناه يسبب، فده ما ينفعش هنا. واكسكيوز معناها يعذر، فاكسكيوز بمعناها عذره، فما تنفعش. سؤال رقم 30. What bad news يا لها من أخبار سيئة. ده أسلوب تعجب. The contents المحتويات of the confidential report للتقرير السري. كلمة
confidential دي يا مستر معناها ايه؟ معناها سري. التقرير السري have been to the press، اتسرب للصحافة. the press اللي هي الصحافة. يا لها من اخبار سيئة، التقرير السري تم تسريبه. أنا واحدة مستر بمعنى تسريب قلناها من شوية اللي هي كلمة ليك، يبقى ليك ده تم تسريبه. كلمة appear يظهر، ولوك يغلق، وريتن التصريف الثالث من رايت يكتب. اللي بعد 31 بيقول لك her books have never been widely not in the US. بقول لك ان الكتب بتاعتها عمرها نقط بشكل واسع في الولايات المتحدة. طيب انا واحدة هنا مستر اقول ان الكتب بتاعتها عمرها ما اتكتبت بشكل واسع، ولا published انتشرت، ولا come out، ولا appeared؟ واحدة واحدة بقى. الكتب مش هينفع نقول بقى ان هي ما اتكتبتش، ولا في نفس الوقت appear يظهر. هو عاوزك تفرق ما بين كلمتين. عايزك تفرق ما بين كلمة come out وكلمة publish. ايه الفرق يا مستر ما بين الاثنين؟ كلمة come out بتيجي مع الكتاب نفسه، بمعنى ايه؟ بمعنى يتنشر او يظهر، او اقول لك يخرج للنور. يبقى الكتاب نفسه come out، الكتاب بيتنشر او بيظهر او بينتشر بشكل واسع. طيب كلمة publish لا، تيجي مع الشخص او مع دار النشر، بينشر. طيب استفدنا ايه من المعلومة دي؟ استفدنا ان come out مش هينفع تيجي في المبني للمجهول. تمام؟ لان انا بقول ان الكتاب اصلا بيتنشر، ما بتاخدش مفعول. تمام؟ لكن publish لو انا اقول ان الكتاب بيتم نشره فتيجي في المبني المجهول، فساعتها اقول ايه؟ اقول the book، الكتاب is published واضيف لها اي دي، بيتم نشره. يبقى اللي بتيجي في المبني للمجهول هي كلمه ايه؟ published. طب مستر انت اشمعنى انت عرفت منين ان هي مبني للمجهول؟ اهو سعادتك عندك كلمه بين اهو. مش احنا اتفقنا مع بعض ان اي مجهول في الدنيا عباره عن مفعول، زمن، verb to be، تدور على كلمة بي في السؤال ويجي وراها التصريف الثالث. يبقى لو سعادتك لقيت عندك بي بقى بكل اشكالها زي ام واز وار ووز ووير، بينج او بين، اي حاجة من دول تعرف على طول وراها تصريف ثالث يبقى الجملة مبنية للمجهول. تمام؟ يبقى لو الجملة معلوم كنت بقول ان الكتاب بيتنشر او الكام اوت، لكن يتم نشره يبقى في الحالة دي هاخد كلمة publish، لان كلمة publish هي اللي بتتبنى للمجهول. طب اللي بعده 32 بقول لك I was deeply، انا كنت ايه؟ بشكل عميق. عايز اقول جدا يعني to learn about her death، ان انا اعرف خبر موتها. كلمة death يعني موت، و learn about اعرف عنه. طيب فانا cheered، cheer اصلا معناها يهتف، فتشيرد يعني هتفت؟ لا يا مستر. طيب وتمشي بمعنى مبتهج. شوكد كنت مصدوم، يا مستر كنت مصدوم ان اعرف خبر موتها. وشير طبعا بمعنى يشارك، وكلمه تشيك بمعنى يفحص، فالاجابه طبعا شوكد. طب اللي بعده 33 بقول لك they behaved very badly، هم اتصرفوا بشكل سيء جدا towards. كلمه towards معناها ناحيه او تجاه الضيف بتاعهم their guest. طيب here هنا في الجمله دي behave، كلمه behave بمعنى يتصرف، is close in meaning، قريبه في المعنى to كلمه ايه؟ من كلمه ايه؟ طبعا كلمه behave بتساوي كلمه act بالظبط، الاثنين معناهم يتصرف. كلمه refuse يرفض، واجري يوافق، وthink يفكر او يعتقد. although بالرغم من the UN، طبعا the UN ده اللي هو اليونايتد نيشنز اللي هي الامم المتحده، برغم ان الامم المتحده نقط ذات all اسرائيلي troops، ان كل القوات الاسرائيليه withdrawn، هي امرت ان يتم انسحابها، تكون منسحبه. they continued، هم استمروا their invasion on غزه، كملوا الغزو. كلمه invasion دي بمعنى ايه؟ بمعنى غزو. يبقى برغم ان الولايات المتحده او الامم المتحده امرت بانسحاب القوات بتاعتهم، هم برضو كملوا العدوان وكملوا الغزو. يبقى هم protested، الامم المتحده اعترضت، ولا disapproved، كلمه disapproved بمعنى يحبط او يثبط. جميل؟ ولا كلمه rejected بمعنى رفض، ولا demanded بمعنى طالب؟ لا يا مستر، هي رفضت ان ايه؟ ان هم يكونوا منسحبين. ولا طالبت؟ لا يا مستر تبقى طلبت، هم طالبوا ان هي ايه؟ ان هي تنسحب. جميل؟ فكلمه reject بمعنى
يرفض، لكن هم طالبوا ان هي تنسحب، فطبعا كلمه ديماند. طب اللي بعده سؤال 35 بيقول لك the metal was sharp and hard، المعدن كان حاد وصلب، so لذلك we used احنا استخدمنا نقط to make it smooth. كلمه smooth معناها رقيق او املس او ناعم. استخدمنا ايه علشان خاطر ننعم المعدن ده؟ اكيد استخدمنا مبرد، المبرد اللي هو الفايل اللي هو الايه، المبرد اللي بيلمعوا بيه او بيحموا بيه السكاكين. طيب اللي بعده once بمجرد ما I got my breath back، ده اكسبريشن مطلوب من سعادتك ان انت تحفظه. get my breath back بمعنى ايه؟ استعدت انفاسي. وعايز افهمك ان نفس الاكسبريشن ده كان جاي الامتحان ثالثه ثانوي، كان جاي في الامتحان. جميل، بمعنى ايه؟ التقطت انفاسي يعني هدأت. فبقول لك once I got my breath back I hurried home as fast as I could، انا رجعت للبيت باسرع ما يمكن. ده اللي كان بيقوله بيب في القصه، فكان بيقول get my breath back يعني التقطت انفاسي means that I found difficulty breathing، انا وجدت التنفس صعب يعني اتنفست بصعوبه؟ لا. طب started breathing normally again، بدات ان انا اتنفس بشكل عادي مرة أخرى؟ رجعت أتنفس تاني. طب was a rush ده معناه إن أنا كنت في عجلة من أمري؟ لا. طب shouted madly for help، صرخت بجنون بصوت عالي عشان يساعدوني للمساعدة؟ برضو لا. فده معناه إن أنا اتنفست مرة تانية بسهولة. The prime minister، كلمة minister معناها وزير، طب prime minister معناها رئيس الوزراء. رئيس الوزراء yesterday امبارح نقط to the media للإعلام plans، هو قال لهم خطط to create a million new jobs، ان هو هينشئ مليون وظيفة جديدة. فده معناه ان هو عمل ايه؟ leaked، سرب. هو رئيس الوزراء يطلع يسرب خبر للإعلام؟ لا. طب announced ولا advertised؟ الاثنين معناهم اعلن. طب كلمة decrease معناها يقلل. واحدة واحدة بقى، دي ما تنفعش. عايزين نفرق ما بين كلمة announce والاسم منها طبعا اللي احنا كنا بنعمل ايه؟ بنحط كلمة announce الجميلة دي ونزود لها في الاخر mint، announcement. وكلمة advertise ولسه قايلين على الاسم منها من شوية كان advertisement. ايه الفرق بقى يا مستر؟ واحدة واحدة. لو سعادتك دلوقتي طالع تعلن خبر سواء وفاة حد او جواز او تخرج او طالع تعرف الناس حاجة، انت بتنقل للناس خبر معين، بتدي للموظفين مكافأة مثلا، فده كده انت بتاناونس، انت بتعلن عن خبر. جميل، الاسم منه اللي هو الاعلان، بتعلن عن شيء announcement. طيب لو حضرتك دلوقتي بتعمل اعلان تجاري في جريدة، في التلفزيون، في راديو، في الشارع، كل ده بيتقال عليه advertisement. يبقى تاني advertise شخص بيعلن عن منتج، بيعلن عن تقديم خدمة، بيعلن عن بيع شقة، كل ده advertisement، اعلان تجاري هتاخد منه فلوس. لكن announcement ده معناه ان هو بيعلن عن خبر. فطبعا يا مستر الوزير هنا او رئيس الوزراء طلع اعلن للاعلان عن خطط، يبقى announced، يبقى letter B. طب اللي بعده 38 بيقول لك unfortunately للاسف لسوء الحظ the war الحرب has caused both sides سببت لكلا الجانبين. كلمة both يعني كلا، وsides معناها جوانب، فسببت للجانبين to have suffered heavy نقط، ان هم يعانوا من ايه؟ كلمة heavy معناه تقيل. طيب facilities بمعنى مرافق او تسهيلات اللي هي الكهرباء والمجاري والتليفون والحاجات دي كلها؟ لا يا مستر. casualties احنا خدنا كلمة casualties معناها ايه يا مستر؟ معناها ضحايا او خسائر. فالحرب شكلت او سببت للجانبين بضحايا او خسائر. جميل. طيب تعال نشوف اللي بعديه. the advantages المزايا او the advantages المزايا of the plan للخطة more than نقط for the risks associated with it. هو هنا بيقول لحضرتك ان مزايا الخطة دي اكتر من ايه لاخطارها. كلمة risk معناها الخطر، associated with it الاخطار المرتبطة بيها. طيب فانا اقول compensate ولا regulate ولا fine ولا free؟ كلمة free انت عارف ان معناها مجاني او شخص حر، ما تنفعش. طب كلمة fine معناها جيد او لطيف، ما تنفعش. طب regulate معناها ينظم، لا. هو حضرتك دلوقتي بيقول لك ان مزايا الخطة دي اكتر من التعويض، يعني بتعوض اكتر بكتير عن الاخطار. كلمه كومبنسيت احنا خدنا كلمه كومبنسيت اللي كان بيجي وراها حرف الجر فور، يعني بيعوض عن. وخلي بالك ان هي دايما في اليونت كانت مربوطه كومبنسيت فاينانشالي، بيعوض ماليا، بيعوض بفلوس. يبقى تاني كلمه كومبنسيت معناها يعوض عن كذا، فهو بيعوض عن الاخطار المرتبطه بيها. طب اللي بعد
40 بيقول لحضرتك a serious road accident. انت عندك حادثه على الطريق خطيره. احنا قلنا من شويه كلمه accident معناه ان في حادثه حصلت فيها خسائر في الارواح والممتلكات. ترافيك كاوس معناها يا مستر دي معناها فوضى، في فوضى في المرور حصلت امبارح. تمام؟ طيب فده معناه ان هو كوزد ولا ريزوند ولا اكسكيوزد ولا ريسكيود؟ واحده واحده بقى. كلمه ريسكيو دي معناها ينقذ، مش عايزينها. طيب كلمه اكسكيوز معناها يعذر، مش عايزينها. قدامي يا اما كوز يا اما ريزون. واحده واحده بقى. كلمه ريزون انا ما بستخدمهاش كفعل، انا بستخدمها دايما كاسم. ريزون معناها سبب، وهتقابلنا كمان شويه اقول لك خلي بالك عايزين نفرق ما بين كلمه ريزون وكلمه كوز. الاثنين دول معناهم ايه يا مستر؟ معناهم سبب. كلمه كوز هنا انا هختارها كفعل، معناها يسبب. جميل. هو هل ان هو a serious road accident caused traffic chaos yesterday؟ هو سبب فوضى مرورية امبارح. طيب كفعل بمعنى يسبب. طب لو اسم معناها مبرر او سبب. طيب ايه المهم يعني الاتنين بيساووا بعض كاسم؟ لا. ليه؟ لان دي بيجي وراها حرف جر معين ودي وراها حرف جر تاني. طيب كلمة reason بيجي وراها حرفين جر، يا اما اقول reason for يا اما بيجي وراها كلمة why. طب الموضوع بيختلف؟ لو انا قلت لك reason for فهي سبب او مبرر ليه وبيجي وراها اسم او ing. لكن لو قلت لك reason why فدي بيجي وراها جمله كامله، فاعل وفعل ومفعول. طب cause بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها حرف الجر of وبيجي برضو وراها اسم او ing. يعني reason for بتساوي cause of وراهم اسم و ing، لكن reason why عايزه جمله يبقى بعدها فاعل. طب اللي بعده The journalist الصحفي was biased كان متحيز by ايه؟ he put او he had put the story. بص بقى ركز وطلعها انت. بقول لك he had put the story هو حط القصة at the top of the page في اعلى الصفحة فوق الصفحة to show it was interesting عشان يعرف الناس او يوري للناس ان القصة دي رائعة ومدهشة. فده معناه ان هو ايه؟ هو اكيد عملها عن طريق الموضع placement، يبقى ده bias by placement، تحيز عن طريق الموضع. حط القصه بتاعته فوق عشان تبان ان هي شيقه، اول حاجه تتقرا. جميل. طبعا ما خدناش حاجه اسمها bias by repetition مثلا التكرار، مش عايزينها، لكن خدنا اوميشن الحذف وخدنا سبين التزييف. طيب سؤال 42 بيقول لحضرتك the police were able to rescue the people who were not in the burning house. بقول لحضرتك ان الشرطه كانت قادره ان هي تنقذ. كلمه ريسكيو معناها ينقذوا الناس اللي كانوا ايه في المنزل المحترق. كلمه burning معناها محترق، بيولع البيت اللي كان بيولع. فده معناه ان هو تريبد ولا تراب. مستر احنا خدنا كلمه تراب كان معناها فخ او مصيده او شخص محاصر. لما تجيلي كده في التصريف الثالث ما معناه ان الشخص ايه؟ الشخص ده محاصر. جميل. طيب كلمه تراب بقى هي تنفع لو انا قلت لك تراب لوحدها معناها رحله، وفعل ممكن يكون بمعنى يتزحلق. جميل. وممكن يكون بمعنى يعمل رحله فاشله. المهم كلمه راب خدناها بمعنى يغطي او يغلف، بيغلف كرتونه او بيغلف هديه. وتايب بمعنى يكتب. فطبعا هم كانوا بيعملوا ايه؟ بينقذوا او كانوا قادرين ينقذوا الناس اللي كانت محاصره في البيت المحترق. اللي بعده 43 بيقول لك he nearly هو تقريبا jumped out of his skin. ده برضو اكسبريشن كان جاي لنا من القصه مهم جدا. jump out of his skin ده عارف انت ايه؟ تعبير او مثل كده زي ما اقول لك الشخص ده شعره وقف من الخوف. جميل. فكلمه jump out of his skin معناه انه كان مفزوع، كان خايف جدا. he nearly jumped out of his skin on seeing two rats لما شاف فارين in the wreckage. كلمة wreckage معناها حطام أو خرابة بمعنى صح. لما شاف في الخرابة فارين this means he was، ده معناه إن هو كان إيه؟ هو كان مفزوع، كان خايف، كان مرعوب. أنا واحدة هنا مستر بتساوي بالظبط كلمة shocked بمعنى مصدوم. أمال ليه يا مستر amazed كان مندهش. كلمة bold معناها جريء أو شجاع، وكلمة brave بتساويها معناها شجاع. طب اللي بعده we will not for the airport at 7 AM. احنا سوف نقط للمطار الساعة 7. لسه قايلين الفعل ده من شوية اللي هو كان كلمة ايه؟ set off بمعنى ينطلق او يبدأ الرحلة. طيب cope with او cope up with بمعنى يواكب او يساير، وset up بمعنى يثبت. لما بيقول لك مثلا set up برنامج بثبت برنامج، وبريك into بمعنى يقتحم. طب اللي بعده 45 بيقول لك we heard of some of the appealing crimes. احنا سمعنا عن بعض الجرائم المروعه المفزعه against innocent children. لسه قايلين من شويه innocent معناها ايه؟ معناها بريء، ضد الاطفال البراء. طيب واحده واحده بقى. مش لسه قايل لك من شويه اول ما عينك تلمح كلمه كرايم تروح تختار كلمه كوميت؟
commit بمعنى يرتكب. يبقى انا بقول لك ان احنا سمعنا عن بعض الجرائم المفزعه اللي تم ارتكابها ضد مين؟ الاطفال البريئه. طيب اللي بعده we hope that احنا بنتمنى ان justice ان العداله والنقط over tyranny. كلمه tyranny دي بمعنى ايه يا مستر؟ بمعنى الظلم والطغيان، معناها الظلم. فانا دلوقتي عايز اقول ان العدل ينتصر، العدل يسود على الظلم والطغيان. طب يا مستر يعني ايه يسود او ينتصر على prevail؟ كلمة prevail over معناها يسود او ينتصر على، يتغلب على. ولسه قايلين من شوية ان spread مثلا، spread معناها ينتشر. جميل، لما اقول مع ان المرض ده بينتشر او شخص بينشر مثلا شائعة، ينشر او ينتشر. وببلش بمعنى ينشر كتاب. تاني عشان الحتة دي مهمة، spread حضرتك بتنشر خبر، تنشر شائعة ان المرض بينتشر. لكن ببلش تيجي مع اي حاجه على ورق، تنشر بقى كتاب، تنشر مجله، تنشر روايه وهكذا. وتسبير يختفي. طب اللي بعده 47 بيقول لك none of the passengers ولا واحد من الركاب or او were injured اتصاب، كان مصاب. طيب طالما ركاب يا مستر راكبين قطر، راكبين طياره، فاصبح ان ده كرو. مستر واحده واحده بقى، عايزين نفرق ما بين حاجتين، عايزين نفرق ما بين كلمه ستاف وما بين كلمه كرو. جميل، كلمة ستاف معناها فريق العمل. فين يا مستر؟ في مطعم، في مدرسة، في فندق، أي مكان اللي شغالين فيه يتقال عليه ستاف. أمال إيه يا مستر كرو؟ دي طاقم العمل على حاجتين اتنين بس، يا إما في الطيارة يا إما في السفينة. تاني، كرو طاقم العمل في الطيارة وفي السفينة. طيب أنت ليه بتقول عليها ستاف؟ عشان إحنا عندنا كلمة تانية أخدناها اسمها ستاف. دي كده ستاف ودي ستاف. كلمة ستاف دي معناها فريق العمل، جميل، طاقم العاملين. لكن كلمة ستاف دي معناها الممتلكات أو الأمتعة. تمام، دي كلمة ودي كلمة. بايلوت طبعا أنت عارف معناها طيار، وممبر معناها عضو، ممبرز أعضاء أو أفراد. 48 بيقول لك هي ثيرس. كلمة ثيرس معناها نظريات، فبقول لك النظريات بتاعته on economics في الاقتصاد are enough بتكون كافية to make my head spin، كافية إن تخلي دماغي تلف، دماغي تدور. يبقى كلمة سبين هنا بمعنى ايه؟ يدور او يلف. زي ميك مي فيل بيجعلوني ايه؟ هل بيجعلوني كونفيوزد متحير او مرتبك؟ مع كلمة سبين هنا خلت دماغي تدور او تلف، يعني انا حيران، يعني انا مرتبك. بتساوي بالظبط كلمة perplexed. perplexed برضه معناها متحير او مرتبك. مستر يبقى الاجابة لتر ايه؟ امال ايه يا مستر؟ معلش شوكد دي مصدوم، لسه قايلينها من شوية. طيب relieved معناها مرتاح، مستريح، ما تنفعش. طب confused confused تمشي، بس عشان relieved يبقى احنا استبعدناها. طب respect معناها يحترم، فبرضه ما تنفعش. طب اللي بعده 49 بيقول لك I'm now waiting with bated breath. انا دلوقتي مستني بفارغ الصبر to see if the results عشان اشوف لو النتائج of the next few surveys، نتائج استطلاعات الرأي القليلة اللي جاية confirm بتأكد على its current assessment. كلمة assessment مهمة لازم تبقى عارفها. معناها ايه يا مستر؟ معناها تقييم. طيب ما فهمتش منك حاجه يا مستر، واحده واحده. هو بيقول لك انا مستني دلوقتي بفارغ الصبر ان انا اشوف ان النتائج الابحاث اللي اتعملت. كلمه سيرفيز دي معناها ابحاث او استطلاع راي، ان انا انزل اشوف اراء الناس. جميل، او بحث معين بعرف منه اراء الناس. تمام، فانا عاوز اشوف نتائج الابحاث القليله اللي جايه بان هي بتاكد على التقييم الحالي. جميل، طيب ده معناه ان انا ايه؟ ان انا انكشس، متوتر، وان انا قلقان، وانترستد تو ان انا مهتم بيه، ولا طبعا هي دي الاجابه. انا منتظر بفارغ الصبر، يعني انا قاعد قلقان وعايز الحاجه ايه؟ متحمس ليها، مهتم بيها، يبقى هي دي الاجابه. امال يا مستر ايه انديفرنت دي؟ مستر انا عارف ان ديفرنت مختلف، يبقى اكيد انديفرنت غير مختلف. لا يا معلم، كلمه ديفرنت مختلف. طب ايه انديفرنت دي؟ معناها ان الشخص مش مهتم، غير مبالي. كلمه indifferent غير مبالي، يعني الشخص ده مش مهتم. I'm not in an excited state anticipating to، يعني أنا في وضع مش مهتم أصلا ومش متحمس للمشاركة بيه. طيب I'm hopelessly waiting to، يعني أنا مستني بدون أمل، بيأس. كلمة hopeless معناها يائس. جميل، يعني أنا مستني بلا أمل، فطبعا الإجابة إيه؟ لا أنا مهتم. الأولى. Not is one of the behaviors that you must stop practicing. ده حضرتك هو واحد من التصرفات. كلمة behaviors معناها تصرفات. that you must stop practicing، التي يجب أن تتوقف عن ممارستها. أنا واحدة في الأربعة. هو بيقول لحضرتك إن أنت لازم توقف الحاجة دي.
اول حاجه بيقول لك تشيتنج، الغش. مستر الغش ده تصرف الواحد لازم يوقفه. امال ايه تشاريتي؟ دي جمعيه خيريه او عمل خيري. لو انا قلت لك تشاريتي جمعيه خيريه، تشاريتي العمل الخيري. طب تشات محادثه وتشيك يفحص، ما ينفعش. اللي بعده many families struggle. كلمه struggle دي معناها يكافح، يناضل، يثابر، بتكافح. بعض العائلات او عائلات كثيره بتكافح ايه يا مستر؟ financially، بتكافح ماليا. due to rise in living costs، بسبب. due to معناها بسبب، بتساوي because of وبتساوي owing to. because of بتساوي owing to بتساوي due to، معناهم بسبب. rising معناها ارتفاع، living costs تكلفة المصاريف الحياتية أو تكلفة المعيشة. طيب فطبعا هم بيعملوا ايه هنا؟ بيكافحوا ماليا. طيب fruitfully معناها بشكل مثمر. والكلمتين الجمال اللي تحت بعض دول traditionally وconventionally، الاثنين دول معناهم ايه؟ تقليديا، بشكل تقليدي. فطبعا بيكافحوا ماليا. The book الكتاب is not to be published next week. الكتاب بيكون ايه؟ انه ينشر next week. بص يا معلم، عندك is هتروح تختار معاها due to. due to معناها ان هو على وشك ان ينشر الاسبوع اللي جاي. تمام؟ يبقى لما بلاقي عندي be due to جميل، بقول عليها بموجب ان يفعل، يعني يجب ان هو ينشر. تمام؟ امال ايه يا مستر لو انا قلت owing to؟ ما تنفعش بقى مع is. ليه؟ عشان دي معناها بسبب. انت لو حطيت due to لوحدها وحطيت owing to لوحدها، لسه قايلينها من شويه، وقلنا بتساوي because of، فالثلاثه دول معناهم بسبب. لكن نفس كلمه due to لما يجي قبلها be يبقى بمعنى بموجب، يعني الحاجه دي لازم تتعمل. وثانكس تو طبعا معناها بفضل. طب اللي بعده the fans المشجعين were unhappy، كانوا غير سعداء. that's a pirate، ان القرصان، ان الشخص الحرامي اللي سرق ده ruined the long not ending of the book. الايه؟ كلمه ending دي معناها نهايه الكتاب، وكلمه long معناها طويل. فالشخص اللي سرق الكتاب عمل ايه؟ هو حطم او افسد النهايه الايه؟ اللي طال انتظارها. اسمها ايه بقى مستر؟ long awaited. كلمه long awaited معناها ان الشيء ده طال انتظاره. فالشخص الحرامي اللي سرق الكتاب سرب النهايه اللي كانت الناس مستنياها. جميل. طيب فالمشجعين علشان كده ما كانوش سعداء. طيب يبقى تاني long awaited دي صفة معناها ايه؟ ان الشيء ده طال انتظاره. 55 بيقول لك she not her presentation، العرض التقديمي بتاعها with a powerful message، هي ختمت العرض التقديمي بتاعها برسالة. كلمة powerful يعني مفعمة بالطاقة، رسالة قوية جدا. جميل. طيب فطبعا يا مستر كلمة conclude، انت عارف conclusion اللي معناها الخاتمة، الفعل منها conclude بمعنى يختم، بيختم الموضوع برسالة معينة. طيب اتبقى لحضرتك دلوقتي 3 اختيارات، include وcontain وconsist. ايه الفرق ما بين الثلاثة؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم ما تروحش تختار كلمه كونسيست طالما ما عندكش اوف. اسمها كونسيست اوف، معناها ايه بقى مستر؟ معلش، يتكون من. طيب ايه الفرق يا مستر ما بينها وما بين انكلود وما بين كونتين؟ انكلود معناها بيتضمن او بيشتمل على. طيب كلمه كونتين معناها يحتوي على. الله، مش فاهم منك اي حاجه. واحده واحده بقى، تعالى نفرق ما بين الثلاث كلمات دول. لو انا دلوقتي اول حاجه بقول لك انا قاعد في فندق مثلا، فالاقامه بتشمل الفطار والغداء، فهنا في الحاله دي طالما المعنى يشمل، انا بتكلم على حاجه مثلا معنويه بتشمل حاجه، يبقى كلمه انكلود بمعنى يشمل او يتضمن. طيب ايه الفرق ما بين كلمه كونتين وكلمه كونسيست اوف؟ حضرتك دلوقتي عندك شقه، فانت لو جيت قلت لي الشقه بتاعتي بتتكون من اوضه نوم وحمام وسفره ومش عارف انتريه، ذكرت كل محتويات الشقه، ذكرت كل حاجه جواها، يبقى بتتكون من، يبقى كونسيست اوف. طب لو انت قلت لي ان الشقه بتاعتي بتحتوي على اوضه نوم، اوضه اطفال ومش عارف حمام، ذكرت بعض مكونات الشيء، يبقى في الحاله دي كونتين. يبقى انت لو ذكرت بعض مكونات الشيء مش كل حاجه في الشيء يبقى كونتين، لكن لو ذكرت كل حاجه كونسيست اوف. يعني الشنطه بتاعتك فيها كراسات واقلام وبرايات ومش عارف ايه حاجات كتير، فقلت لي الشنطه فيها اقلام وكراسات، ذكرت حاجتين بس، يبقى في الحاله دي كونتين. جميل. طيب لو انت قلت لي الشنطه فيها كذا وكذا وكذا بتتكون من كذا، يبقى كونسيست اوف. صعب؟ لا. تعال نشوف اللي بعده. 56 بيقول لك ذا ستورم العاصفه هاز نقط ذا شيب، نقط للسفينه and the captain couldn't، والكابتن ما قدرش يتحكم فيها. couldn't control it، كلمة control معناها يتحكم فيه. طيب
ده معناه ان العاصفه عملت ايه في المركب؟ خلتها دورت المركب او خلتها تلف. يبقى الاجابه ايه؟ سبان. ايه سبان دي يا مستر؟ الماضي من كلمه سبين. ما احنا لسه قايلين من شويه ان كلمه سبين معناها يا اما يلف، يدور، اللي هو التزييف، التحيز بالتزييف، فهي ليها كذا معنى. فكلمه سبين هنا ان العاصفه دورت المركب، لفت المركب، خلتها تلف. طب اللي بعد The case الحالة was not to a senior officer. كلمة senior officer يعني ضابط ايه؟ كبير، وليكن مثلا رتبته عميد أو مقدم. جميل. For further investigation يبقى القضية دي كيز اللي هي القضية دي اتحولت للضابط علشان التحقيقات الأكتر، لتحقيقات أبعد أو تحقيقات أكتر. كلمة investigations تحقيقات. طيب هل compensated معناها عوض، ولا retreated يعني يعيد التعامل مع، ولا referred؟ كلمة refer معناها يشير أو يحيل، فهي تمت إحالتها يبقى referred. أمال إيه يا مستر كلمة claim اللي تحت دي؟ معناها يدعي أو يزعم، يعني بيقول كذا، حاجة إحنا مش متأكدين منها. طيب فالإجابة طبعا referred. طب اللي بعد 58 بيقول لك نقط is a person، هو عبارة عن شخص who has been found guilty، تم إيجاد أنه مذنب. كلمة guilty معناها مذنب، والاسم منها guilt الذنب نفسه. guilty of a crime مذنب بجريمة and sent to prison وتم إرساله للسجن. فهل دلوقتي هو lawyer محامي، ولا convict؟ يا مستر هو convict، هو مدان، مسجون، محكوم عليه، مذنب. ديتكتيف معناها محقق. امال ايه جيلر دي يا مستر؟ جيلر انت عارف ان كلمة جيل معناها الزنزانة، فجيلر دي معناها السجان، الشخص اللي واقف على الزنزانة. طب اللي بعده 59 بيقول لك my neighbor is extremely not and always asks personal questions. جاري ده نقط بشدة. كلمة extremely معناها بشدة، حضرتك أخدتها في يونت 2. and always asks ودايما بيسأل personal questions أسئلة شخصية. فالشخص ده إيه يا مستر؟ الشخص ده حشري. يعني إيه حشري أو فضولي؟ نوزي معناها حشري أو فضولي. أمال إيه فريندلي دي يا مستر؟ ودود، وكريمنال مجرم، وبرايفت خاص. اللي بعد 60 بيقول لحضرتك scientists العلماء are studying the نقط of rare diseases. العلماء بيدرسوا ايه؟ للامراض النادره. كلمه disease معناها مرض، ورير معناها نادر، فالرير diseases معناها الامراض النادره. in different regions في الاقاليم المختلفه. كلمه region معناها منطقه او اقليم، في المناطق او الاقاليم المختلفه. طيب فحضرتك دلوقتي هما بيدرسوا ايه؟ هل احنا دلوقتي عارفين ان بعد ذا بيجي وراه اسم؟ الاسم هنا يا مستر اللي هو occurrence معناها حدوث، اللي هو الاسم من كلمة occur يحدث. طب اللي بعد The News Channel القناة الإخبارية was praised تمت مدحها. كلمة praise معناها يمدح، وخلي بالك بيجي وراها حرف الجر for زي ما انت شايف، praise for يمدح من أجل. فهم تم مدحها، القناة دي تم مدحها من أجل إيه؟ It's إيه؟ View of the two sides of the war من أجل وجهة نظرها الإيه؟ لجانبي الحرب. يعني هي محايدة، ما بتاخدش جنب حد على حد تاني. فهل دلوقتي هي بايزد متحيزة، ولا بالانسد متوازنة، ولا unjust غير عادلة، ولا perplexing اللي معناها ان الشخص ده ان الشيء ده محير او مربك؟ لا يا مستر ده بالانسد، ان هو متوازن. يبقى هي واخده وجهة نظر محايدة. بالانسد انت هتعرف كمان شويه ان كلمه بالانس اصلا ممكن يكون معناها رصيد، وكلمه بالانسد ان الشيء ده متوازن، ان هو بيقدر يوازن ما بين كذا وما بين كذا. فالقناه دي تمت مدحها علشان واخده وجهه نظر متوازنه او محايده ما بين جانبي الحرب. طب اللي بعده 62 بيقول لك I had taken a great deal of نقط. أنا أخدت إيه عظيم؟ كلمة deal معناها صفقة، جميل، أو تعامل عظيم of نقط to get my father to come with us علشان أقنع بابا إن هو يجي معانا. طيب فده معناه إن هو persuade أولا بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا عايزين بعد of عايزين اسم. أنت عارف بعد حروف الجر بيجي اسم، جميل. طيب فكلمة persuade ده فعل معناه يقنع، لا مش عايزينها. طب persuasion مستر هي دي اللي انا عايزها، معناها اقناع. طب persuaded ده الفعل في الماضي معناها اقنع. طب persuasive دي صفة معناها مقنع. طيب فطبعا ايه deal of persuasion.
طيب 63 بيقول لك the economy is improving، الاقتصاد متزايد او متطور. which نقط turn، بص يا معلم عايزك كده تختارها كلها على بعض، اسمها which in turn. معناها ايه يا مستر؟ معناها الذي بدوره. الذي بدوره is boosting. كلمة بوست دي جميلة قوي، وعايزك تعرف ان هي تقابلنا بعد كده ان شاء الله من ضمن الحاجات اللي هتسأل عليها بعد كده بتلخبطك في الامتحان. ايه الفرق يا مستر ما بين كلمة بوست الأولى دي وبوست؟ بوست وبوست. بوست اللي عندك اللي هي دبل او دي معناها ايه؟ معناها يعزز او يطور او ينمي او يقوي. امال ايه يا مستر بوست اللي بالايه؟ معناها ان الشخص ده بيتفاخر، بيتكبر، بيتفخر بحاجة عنده. طيب بوست ان امبلويمنت ريتس هي بتعمل ايه؟ بتعزز معدلات. ريتس دي معناها معدلات التوظيف، الشغل. جميل. طيب فطبعا احنا قلنا الذي بدوره. طب اللي بعد 64 بيقول لك all I نقط is to know، كل اللي انا بطالب بيه، يبقى all I demand، كل اللي انا بطالب بيه is to know ان انت تعرف what، او انا اعرف what mistake I have made. كل اللي انا عايز اعرفه ايه الغلط اللي انا عملته. يبقى all I demand، كل اللي بطالب بيه is to know، ان اعرف what mistake I have made، ايه المشكلة او ايه الغلط اللي انا عملته. اوكر معناها يحدث، ومنشن يذكر، وبلوك معناها يعوق شيء. طيب this Windows version، نسخة الويندوز دي، كلمة version معناها نسخة الويندوز دي is not او is نقط not genuine. مستر هي كلمة genuine دي معناها ايه؟ معناها اصلي، معناها شرعي. طيب دي بتساوي ايه يا مستر؟ بتساوي origin، او ان الحاجه دي اوريجينال، ان الحاجه دي اصليه. بتساوي ان هي نوت ليجل يعني غير قانونيه، بتساوي ليجل. فلما اقول لك نوت جينيون يعني غير اصليه، بتساوي نوت ليجل غير اصليه او غير قانونيه. فده معناه ان هي ايه؟ طالما غير شرعيه غير اصليه يبقى هي مقرصنه مسروقه، يبقى طبعا بايريتد. بايريتد معناها مقرصن او مسروق. كريمنال مجرم، وسكرت سر، وشجد مصدوم. طيب he was not of armed robbery. مستر هو يعني ايه armed؟ حضرتك كلمة armed الجميلة دي، انت عارف ان arm معناها ذراع لوحدها، لكن كلمة armed دي معناها مسلح. ما هو انت عارف حضرتك لما بنقول مثلا armed forces اللي هي القوات المسلحة، صح كده؟ فهو كان ايه of armed robbery. كلمة robbery معناها سرقة، سرقة مسلحة، يعني سرقة بالسلاح. and sent to prison، وتم ارساله للسجن. فده معناه ان هو compensated، ان هو تم تعويضه، ولا rewarded تمت مكافأته، ولا converted تمت تحويله، ولا convicted كان مدان او محكوم عليه. كان مدان او محكوم عليه بالسرقة المسلحة وارسل للسجن. طيب اللي بعده 67 بقول لك a murder. كلمة murder معناها جريمة قتل. was reported تم الإبلاغ عنها and the police were sent to، والضباط او البوليس تم ارساله لكي ايه؟ لكي يتحقق من الامر، يحقق في الحاجه. investigate معناها يتحقق. مستر طب معلش هي كلمه involve دي معناها ايه؟ كلمه involve معناها يشارك، معناها يتورط في الامر. كلمه invent معناها يخترع، واليونت اللي جاي ان شاء الله او بعدها بيونت هيقابلنا لو انا حطيت قبلها reinvent معناها يعيد تاهيل نفسه، بيأهل نفسه من اول وجديد. كلمه انفست لا مستر معناه يستثمر، لسه مقابلنا في سؤال من شويه. يبقى تاني انفولف معناه يشارك او يتورط، كلمه انفنت يخترع، وانفست يستثمر. امال ايه الاجابه؟ انفستيجيت، يتحقق من كذا او يحقق في القضيه. طب اللي بعده زوس statistics معناها ايه يا مستر؟ الاحصائيات. الاحصائيات دي يا مستر are out of date. يعني ايه يا مستر out of date؟ كلمة out of date معناها قديم، عفى عليه الزمن، حاجة عتيقة. يبقى الإحصائيات دي من زمان، بقى لها وقت كبير. أنا have become وأصبحت إيه بقى؟ بما إنها قديمة يبقى أكيد inaccurate. يعني إيه inaccurate؟ يعني غير دقيقة. حضرتك أخدت accurate معناها دقيق، إن الحاجة دي مظبوطة بالظبط، لكن كلمة inaccurate معناها غير دقيقة، ده العكس بتاعه. طب اللي بعده 69 بيقول لك after the days heavy snow، بعد الجليد الغزير، بعد التلج الكتير اللي نزل النهارده، many roads في طرق جديدة are still ما زالت إيه؟
بلوجد ولا ايزد ولا الاود ولا هاندلد؟ طبعا يا مستر بلوجد. يعني ايه بلوجد؟ يعني مسدوده، ان المحجوزه الطوارئ دي او سوري الطرق دي مقفوله. جميل، ما زالت مقفوله. طبعا كلمه ايزد فعل جاي من كلمه ايزي سهل، فايزي سهل. كلمة allowed معناها مسموح، وكلمة handled بيتعامل مع الأمر. كلمة handle يتعامل مع. طيب اللي بعده The editor in chief. بص يا معلم، كل دي على بعض كده editor in chief معناها رئيس التحرير. رئيس التحرير هذا بيكون عنده الايه to refuse inconvenient part of the article، ان هو يرفض. كلمة refuse يرفض، يبقى كده مستر هو عنده الصلاحيه او السلطه ان هو يرفض جزء. بارت يعني جزء. ماله يا مستر؟ inconvenient غير ملائم او غير مناسب من الايه اوف ذا ارتكل، من المقال الصحفي. طيب فطبعا هو عنده ايه يا مستر؟ عنده authority. كلمه authority معناها ايه؟ معناها الصلاحيه او السلطه. طب معلش يا مستر هي ايه inferiority دي؟ inferiority معناها الدونيه، ان شخص الحقاره او الدونيه، صفه وحشه جدا. طب popularity معناها ايه؟ معناها الشعبيه. availability معناها الاتاحه او توفير الشيء، ان الشيء متاح. الصفه منها طبعا ايه؟ available معناها متاح او متوفر. سؤال 71 بيقول لك some people believe، بعض الناس بتؤمن بيه that girls can do sports، ان البنات ما بتقدرش تعمل رياضه ذات الرياضات اللي ايه strength، اللي بتحتاج قوه. كلمه strength دي اسم معناها قوه، الصفه منها strong. such as مثل power lifting، زي رياضه رفع الاثقال. الباور ليفتنج اللي هو شيل الحديد، رفع الاثقال. فانكواير ولا ريكواير ولا اكواير ولا ديسابير؟ تعال الاول نستبعد ديسابير بمعنى يختفي، مش عايزينها. ايه الفرق يا مستر ما بين الثلاث كلمات اللي شبه بعض دول؟ كلمه انكواير دي معناها يستفسر. لا يا مستر احنا مش محتاجين هنا يستفسر، دي غلط. طب ريكواير معناها تتطلب، يعني بتحتاج. يا مستر هي دي الاجابه. امال ايه يا مستر كلمه اكواير؟ معناها يكتسب، يعني بيحصل على، فدي ما تنفعش. يبقى تاني انكواير يستفسر، ريكواير يتطلب، اكواير يكتسب. فطبعا الاجابه ايه؟ ان بعض الناس بتؤمن ان بعض البنات ما بتقدرش تلعب الرياضه اللي بتتطلب او بتحتاج قوه. طيب and what is a serious newspaper؟ هي عباره عن جريده جاده، جريده فيها الاخبار الرسميه that's printed، بتكون مطبوعه on large pieces of paper، على ورق كبير. يبقى طبعا دي الجريده الرسميه، يبقى اسمها برود شيت. البرود شيت اللي هي الجريده الرسميه اللي ورقها كبير، كلامها كتير، الصور فيها قليله، العناوين ضخمه وكبيره، فيها الاخبار الرسميه للبلد وللدول. جميل. طيب المجازين طبعا مجله فيها صور. طب البرودكاست معناها الاذاعه، البث الاذاعي. وتابلويد اللي هي الصحيفه الشعبيه اللي ورقها صغير. طب اللي بعده 73 بيقول لك not newspaper has small pages، فيها صفحات صغيره and large photos، وصور كبيره. يبقى تابلويد لسه قايلين عليها من شويه، الصحيفه الشعبيه. طب 74 بيقول لك زي not a lot of money، اول ما سعادتك تلمح كلمه money فلوس تعرف على طول ان يجي معاها فعلين. يا اما يجي معاها كلمه earn بمعنى يربح مال، وكلمه earn دي بتيجي مع حاجه تانية اللي هي his living. يعني ايه يا مستر living دي؟ بمعنى قوت اليوم. فلما اقول لك ان الشخص ده بيطلع علشان يعمل يوميه، اليوميه دي اللي هي living، فاقول لك earn his living. earn money يربح فلوس. طيب كلمه money بتيجي كمان مع كلمه make money، يعمل فلوس. ايه ده مستر؟ يعني earn money بتساوي make money؟ الاثنين معناهم يكسب فلوس، بس في فرق. ايه الفرق؟ لو قلت لك earn money يربح مال، يكسب مال، لكن make money بيعمل فلوس كتير، بيعمل فلوس غبيه. مع مين؟ مع الفنانين ولاعيبي الكوره. فحتى هنا بيقول لك هو عمل فلوس كتير، هم عملوا فلوس كتير السنه دي. يبقى طبعا الاجابه made، يبقى made a lot of money. طب اللي بعده 75 بيقول لك it's unlawful. يعني ايه يا مستر unlawful؟ يعني غير قانوني، غير جائز، ما ينفعش ان يتعمل. ايه هو بقى مستر؟ for teachers بالنسبه للمدرسين to not corporal punishment. كلمه punishment معناها عقاب، وكوربورال دي صفه معناها ايه يا مستر؟ عقاب بدني او جسدي، ان هم يفرضوا العقاب البدني على الايه؟ on children، على الاطفال. فطبعا الاجابه impose بمعنى يفرض. جميل. وريسيف طبعا يستلم، وافكت معناها ياثر، وافكت اللي هو التاثير. فطبعا مش قانوني ان المدرسين يضربوا الطلاب. طب اللي بعده
76 بيقول لك all businesses. كلمة business لوحدها معناها عمل تجاري شغل، لكن a business معناها شركة أو مشروع. فلما أقول لحضرتك all businesses دي جمع، معناها كل الشركات أو المشاريع. have not warnings استلمت تحذيرات، يبقى received ايه يا مستر؟ warnings استلمت تحذيرات من مين يا عم؟ from the institute. كلمة institute معناها المعهد. طيب اللي بعده paid طبعا معناها يدفع، بيجي وراها حرف الجر for، pay for يدفع من اجل. won معناها الماضي من كلمة win يفوز، وديماند لسه قايلينها من شوية معناها يطالب. طب اللي بعده the emotional effect التأثير العاطفي our family house اللي بيتنا او بيت العيله بتاعنا on us بيعملوا علينا on us is what stops us هو اللي بيوقفنا او بيمنعنا from selling it. يبقى الاثر العاطفي اللي بيعمله بيت العيله علينا هو ده اللي منعنا ان احنا نبيع البيت. فاقول لك pay ولا has ولا demand ولا receive؟ طبعا has. جميل. فاقول لك ايه؟ اقول لك المفروض يجي معاه verb to have an effect. جميل، يعني لديه تأثير على have an effect on لديه تأثير على. هو بس عمل ايه في السؤال؟ هو لف السؤال عشان يلخبطك. يعني السؤال في العادي المفروض اقول have the emotional effect. جميل، هو عمل ايه بقى؟ قام جاي قال لك the emotional effect our family house وحط الفعل بعديه. المهم لما تلاقي كلمة effect تبقى عارف ان هي بتاخد verb to have. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب اللي بعده The report التقرير نقط the major problems المشكلات الرئيسية أو الأساسية facing society today اللي بتواجه المجتمع النهاردة. فطبعا يا مستر include ولا occurs ولا tells ولا highlights؟ طبعا الإجابة highlights. معنى إيه يا مستر؟ بتوضح أو بتبرز أو بتسلط الضوء على. فطبعا التقرير ده بيسلط الضوء على المشاكل اللي بتواجه المجتمع النهاردة. جميل. لكن كلمة include يشمل، وأوكر بمعنى يحدث، وتل بمعنى ايه يا مستر؟ تل بمعنى يخبر. طب اللي بعده try to smile حاول ان انت تبتسم. you don't want to نقط people the wrong impression. بص يا معلم، اول ما تلاقي عندك كلمة impression بمعنى انطباع تعرف على طول ان انت هتروح تختار معاها كلمة give. فاقول لك ايه؟ بقول لك حاول تبتسم، انت مش عاوز تدي للناس انطباع غلط. يبقى give people the wrong impression يعطي للناس انطباع خاطئ. طيب اللي بعده 80 بيقول لحضرتك she accused press photographers هي اتهمت مصورين الصحافة of نقط her privacy. لسه قايلين من شوية ان البرايفسي الخصوصية ان هم عملوا ايه؟ انتهكوا خصوصيتها، ان هم اقتحموا خصوصيتها. كلمة violate معناها ينتهك او يقتحم، فهم انتهكوا خصوصيتها. طيب وowning يمتلك، وديماند يطلب او يطالب، وكمبنسيت معناها ايه؟ معناها يعوض. فطبعا هتبقى الاجابة violate. طيب she was asked to not a reason. واحدة واحدة بقى مستر، انت لسه قايل لي الفكرة دي. تعال نحل اول حاجة الاول. she was asked to هي تم الطلب منها. اول ما تلاقي عندك كلمه ريزون اعرف ان بيجي معاها فعل give a reason يعطي مبرر. give a reason يعطي مبرر. اتفقنا مع بعض ان ريزون دي قلنا من شويه بيجي وراها حاجه من اتنين، يا اما فور واسمها واي ان جي، يا اما يجي وراها واي ووراها جمله. فانا هنا عندي جمله اهو she arrived late هي وصلت متاخر، يبقى اسمها ايه؟ اسمها reason why. جميل، سبب ليه، وبيجي وراها جمله. طب لو انا حطيت فور عايزه وراها اسم واي ان جي، فالاجابه طبعا تبقى give مع واي. شكرا. اللي بعده when the first draft was completed لما المسوده او الشيء ده تم اكتماله، لما اكتمل مستر مصطفى typed it. مستر مصطفى typed it up كتبه. type up معناها يكتب. طب اللي بعده they relied. بص يا معلم، عندنا كلمه rely بيجي وراها حرف الجر on بتساوي بالظبط كلمه depend اللي برضه بيجي وراها حرف الجر on. معناهم ايه يا مستر دول؟ معناهم يعتمد على. فبقول لحضرتك دلوقتي they relied heavily هم اعتمدوا بشده على النصيحه دي advice of their professional advisors النصيحه اللي اعطاها لهم الناصحين اللي ايه او المستشارين المحترفين. فطبعا الاجابه هتكون on rely on. طيب هو هنا عمل ايه؟ هو شال الواي وحط IED وجاب الماضي منها. طب اللي بعده if you don't know what you want لو انت مش عارف انت عاوز ايه
لو انت مش عارف انت عاوز ايه you might انت من الممكن end getting something you don't want. مستر انا واحده بقى مستر كلمه end up. كلمه end up معناها ايه؟ معناها ينتهي بك الامر وبيجي وراها الفعل مضاف ل ing. يبقى end up getting ينتهي بك الامر getting something you don't want. لو انت مش عارف انت عاوز ايه هينتهي بك الامر بشيء انت مش عايزه. طب اللي بعده she demanded to speak to the manager. هي طلبت ان تتحدث، طلبت تتكلم مع المدير. after receiving poor service بعد ما حصلت على خدمه ذات قيمه قليله اقل من المتوقع. كلمه poor معناها فقير، كلمة بور معناها مسكين، فلما تيجي مع السيرفيس مع الخدمة بور سيرفيس أقول الخدمة دي وحشة جدا، قليلة جدا، قيمتها قليلة. A synonym of أو a synonym for demand here is المرادف لكلمة demand بمعنى يطالب. request يطلب، ولا invest يستثمر، ولا investigate بمعنى يتحقق من الأمر، ولا impact بمعنى يؤثر. طبعا يا مستر request بمعنى يطلب. طب اللي بعده this requires more than factual knowledge. احنا عايزين يا مستر في الجملة الجميلة دي بقول لك ان ده بيتطلب اكتر من المعرفة الواقعية. احنا عايزين كلمة factual. كلمة factual معناها حقيقي او واقعي، عايزين نجيب العكس بتاعها. طيب انا واحده مستر هنا طبعا عكس حقيقي فولس معناها يا مستر معناها مزيف، عكسها فولس بمعنى مزيف. وبايريتد مقرصن، مسروق. وبيور بمعنى نقي او صافي. وتايني بمعنى ضئيل او صغير جدا. هي سبان، كلمه سبين احنا قلنا من شويه معناها يدور، فانا بقول لك هنا هي سبان هيز كار راوند اند وينت افتر ذيم. هو لف عربيته بسرعه وجرى وراهم وطلع وراهم. which word is similar to span. أنو كلمة في الأربعة هنا معناها إن هو لف العربية بتاعته، بتساويها في المعنى similar in meaning أو similar to مشابهة لها في المعنى. طبعا معنى إن هو لف عربيته يبقى revolve. إحنا عارفين إن كلمة revolve بمعنى يلف الشيء. طيب كلمة straightened معناها يستقيم، يمشي في خط مستقيم. وكلمة twist معناها يعصر، untwisted يبقى يفك العصر اللي عمله. وكلمة reward بمعنى يكافئ، فمعناها كافئ في الماضي. طيب 88 the company has bias against female employees. بقول لحضرتك ان الشركة هنا عندها تحيز ضد الموظفين الإناث. an antonym for bias. عايزين عكس كلمة bias تحيز. أنا واحدة هنا مستر طبعا تبقى neutrality معناها الحيادية. طيب عايزين نشيل الاس اللي موجودة في كلمة favoritism اللي هي معناها المحسوبية. هي التحيز. طيب نيبوتيزم برضو معناها التحيز او معناها برضو المحسوبيه، بتساويها في المعنى. امال ايه يا مستر تندنسي؟ لا دي حاجه تانية معناها الاتجاه او الميل او النزعه، ان انا بتجه لحاجه معينه. جميل. طيب تعال نشوف اللي بعده. 89 بقول لك your case القضيه بتاعتك is presently being investigated. قيد التحقيق، بيتم التحقيق فيها. هو هنا عايز مرادف لكلمة investigate بمعنى يحقق، بتساوي بالظبط يا مستر كلمة examine. كلمة examine بمعنى يفحص أو يتأكد من شيء. مستر أمال إيه كلمة elect دي؟ أنت عارف كلمة election بمعنى الانتخابات، elected تم انتخابه. direct معناها يوجه أو يتجه. طب كلمة suspect بمعنى يشتبه فيه، فطبعا اللي بتساويها في المعنى examine. طب اللي بعده سؤال 90 بيقول لك the referee's decision. قرار الحكم was clearly كان بشكل واضح biased كان متحيز towards ناحية the home team. مين الهوم تيم ده؟ اللي هو الفريق الوطن، الفريق اللي بيلعب على أرضه. فقرار الحكم ده كان متحيز بشكل واضح ناحية فريق الايه؟ الفريق الوطني اللي بيلعب على أرضه. The synonym المرادف بتاع كلمة biased هل equality اللي معناها المساواة، ولا balance اللي معناها الرصيد، ولا prejudiced هي دي يا مستر اللي معناها متحيز؟ امال ايه يا مستر كلمة justice معناها العدالة العدل، فطبعا يا مستر متحيز اللي هي ايه؟ prejudiced. طيب اللي بعده 91 بيقول لك the player was banned from the tournament for being a cheat. بقول لك ان اللاعب كان banned معناها محروم، banned from the tournament كان محروم من المسابقة for being a cheat لأنه غشاش. الانتونيم أو المضاد بتاع كلمة تشيت إيه؟ كلمة تشيت معناها غشاش غير أمين، عكسها إيه؟ عكسها كيبر. كلمة كيبر أنت عارف معناها حارس، صح؟ حتى بتقول لي جول كيبر حارس المرمى، لكن معناها كمان شخص أمين،
عكس تشيت غشاش او غير امين عكسها ايه؟ كيبر. طيب وسكامر معناها محتال، dishonest غير امين، وكون دي انت عارفها كلمه كونز معناها العيوب. طب اللي بعده 92 بقول لك he claimed that he was the first to discover the mistake in the report. بقول لحضرتك ان هو كلمه claimed معناها ادعى او زعم، يعني هو قال he was the first ان هو كان اول واحد to discover the mistake in the report، ان هو اول واحد يكتشف الغلط او الخطا اللي موجود في التقرير. فالسينونيم او المرادف بتاع كلمه claim هنا معناه ايه؟ بتساوي بالظبط كلمه allege. كلمه allege برضو معناها ادعى او زعم. ديسيف طبعا معناه يخدع، وديناي ينكر، وبريبير يحضر. طب اللي بعده بايرسي القرصنه اوف اونلاين بوكس للكتب اللي موجوده على الانترنت از كرايم، دي بتعتبر جريمه. طيب اسينونيم فور بايرسي، عايزين بقى مرادف لكلمه بايرسي القرصنه. طيب كلمه بريزرفيشن دي معناها حفظ. طيب كلمة conservation بتساويها في المعنى، معناها المحافظة على أو صيانة، الاتنين بيساووا بعض. honesty معناها الأمانة. طيب plagiarism معناها إيه بقى مستر؟ إحنا عايزين المرادف بتاع كلمة piracy، هي دي اللي بتساويها في المعنى، برضو معناها سرقة، اللي هي السرقة الإلكترونية. طيب اللي بعده 94 بيقول لك the heavy rain completely ruined our picnic at the park. بقول لحضرتك ان المطر الغزير heavy rain المطر الغزير completely بشكل كامل ruined. كلمة ruined دي في الاصل لو انا قلت لك ruins معناها الحطام او اطلال اللي هو الهدد بتاع البيت، لكن لما تجيلك كفعل ممكن يكون معناها يحطم، معناها يفسد. فهنا في الجملة الجميلة دي بيقول لك ان المطر بوظ الخروجة بتاعتنا، النزهة الخلوية. كلمة بيكنيك معناها نزهة خلوية في المكان الطلق، في الهواء الطلق، في الهواء يعني. at the park في الحديقة. فاحنا عايزين هنا المرادف بتاع كلمة ruin بمعنى يبوظ او يحطم. طيب هل protected بمعنى حمى، protect يحمي، ولا ريجكت بمعنى يرفض، ولا سبويلد؟ يا مستر سبويلد. الماضي من ايه؟ الماضي من سبويلد. احنا خدنا كلمه سبويلد دي بمعنى يفسد او يبوظ، وريكومند معناها يوصي، فطبعا هنا المرادف بتاع كلمه روين يفسد او يبوظ. طيب he couldn't understand the نقط she refused to attend the event. معناه ايه الجمله دي يا مستر؟ بقول لحضرتك ان هو ما قدرش ان هو يفهم سبب او مبرر ليه هي رفضت تحضر الايفنت، تحضر الحدث. انت لسه قايلها لي من شويه يا مستر، قلت لي يا مستر طبعا انا ما عنديش حاجه اسمها ريزون ويز، مفيش حاجه اسمها كده. طيب اتفقنا مع بعض لو انا حطيت ريزون فور او حطيت كوز اوف فالاثنين وراهم اسم او اي ان جي، تمام؟ طب ريزون واي الجميله دي بيجي وراها ايه؟ بيجي وراها جمله فاعل وفعل ومفعول. كلام صعب؟ لا يا مستر. طب تعالى نشوف اللي بعديه. فطبعا هنا عندي جمله شي ريفيوزد، يبقى الاجابه ريزون ايه؟ واي. طيب 96 بيقول لك the old man الراجل العجوز could not a story قدر يألف قصة. هنستخدم هنا كلمة spin. كلمة spin بمعنى يزيف أو يألف قصة. قدر إن هو يألف قصة so well جيدة جدا، ذات لدرجة لما بتلاقي عندك so وجاي وراها صفة أو حال، ده درس جرامر هيقابلنا وهيكون فيه سؤال عليه في حصة الجرامر، وجاي بعديه كلمة ذات، فده معناه جدا لدرجة أن. فأنا دلوقتي بقول لك إن هو القصة جيدة اللي هي well جدا لدرجة children would sit around him for hours، إن الأطفال بيفضلوا قاعدين معاه، بيقدر يزيف القصة لدرجة إن الأطفال بيفضلوا قاعدين معاه لساعات. يبقى الإجابة طبعا spin. Parents who not their children too much may find them becoming ungrateful. بقول لك ان الوالدين الاب والام اللي بيدلعوا اطفالهم كتير من الممكن ان يلاقوهم بعد كده غير ممتنين ليهم، ما بيشكروش على اي حاجه، ما بيحمدوش ربنا على اي حاجه. عند سعادتك كلمه سبويل الجميله دي اللي بمعنى يفسد، حضرتك بتستخدمها بمعنى يدلل، بنستخدمها مع الام اللي بتدلع ابنها لدرجه ان هو يطلع فاسد. يبقى تاني كلمه سبويل ممكن يكون معناها يفسد، يبوظ حاجه. ممكن مثلا اقول لك سبويلد ايجز، بيت فاسد، تمام؟ وممكن تيجي بمعنى يدلل لدرجه ان هو بيبوظه، تيجي مع الاب والام اللي بيدلعوا عيالهم لدرجه انه بيبوظوا. طيب اللي بعده 98 بيقول لك we waited in casualty. مستر انت لسه قايل لي من شويه ان كلمه casualties دي كان معناها خسائر او ضحايا، صح كده؟ بس انا عايز اعرفك ان كلمه casualty ليها معنى تاني بمعنى غرفه الطوارئ في المستشفى، فاحنا استنينا في غرفه الطوارئ، يبقى emergency room
until يا دكتور لحد ما الدكتور could see us قدر ان هو يشوفنا. فكلمه casualty هنا means بتعني emergency room غرفه الطوارئ. طب اللي بعده I regularly check my نقط. انا بانتظام. كلمه regular انت خدتها قبل كده كانت صفه بمعنى منتظم. طب regularly بانتظام او بشكل منتظم. check my بتاكد من ايه؟ to ensure علشان اتاكد I manage my expenses wisely. مستر هو ايه expenses دي؟ معناها النفقات، الحاجات اللي انت بتصرفها. فحضرتك بتتاكد من ايه علشان تقدر ان انت تدير او تقدر تتاكد ان انت تدير النفقات بتاعتك بحكمه بشكل حكيم. فطبعا هو بيتاكد من البالانس. ايه البالانس ده يا مستر؟ اللي هو الرصيد. بيتاكد من رصيده عشان يعرف هيقدر يصرف ولا لا. طيب بص يا معلم، سؤال رقم 100 بيقول لك don't try to put a نقط on your performance على ادائك at work. احنا عارفين ان كلمه performance معناها اداء، صح كده؟ ولو احنا في المسرح بيتقال عليها تمثيل. التمثيل اللي هو البرفورمانس على المسرح. your results النتائج بتاعتك have been disappointing كانت محبطه، كانت وحشه. طيب فانا هقول ان انا عايز اقول لك ما تبررش ادائك في الشغل، ما تحاولش ان انت تجمل شغلك. اسمها ايه بقى الاكسبريشن ده كله على بعضه؟ put a spin on your performance. ده تعبير قوي معناه ان انت ما تحاولش تجمل شغلك او تبرر شغلك بايه؟ تلف وتدور بمعنى اصح. فاقول ايه؟ don't put a spin on your performance at work. طب اللي بعده The university الجامعة requires all new students to take a نقط test in English. بقول لك إن الجامعة بتتطلب من حضرتك، عاوزة من كل الطلاب all new students كل الطلاب الجداد to take a نقط test إن هم ياخدوا اختبار تحديد المستوى in English في الإنجليزي. يعني إيه يا مستر اختبار تحديد المستوى؟ اسمه placement test يعني اختبار تحديد المستوى. تاني placement test معناه اختبار تحديد المستوى. مستر طب إحنا خدنا placement من شوية كان معناها موضع. هنا بقى معناها تحديد مستوى. طيب اللي بعده I don't watch any of these not talk shows. انا ما بتفرجش على اي حاجه من التوك شو دول. They are a waste of time. ده هو مضيعه للوقت. اسمه ايه بقى مستر؟ برودشيت ولا تابلويد ولا نيوز بيبر ولا نيوز؟ اسمه تابلويد. مستر ايه بقى التابلويد توك شو ده؟ التابلويد توك شو هو عباره عن برنامج حواري بيكون فيه فضايح واخبار الفنانين واسرارهم. ان انا اجيب مثلا، عارف برنامج شيخ الحاره بتاع بسمة وهبة؟ لما اجيب مثلا واحد اقعده وابدا اقول له انا عارف عنك اسرار وابدا بقى ان انا افضحه، هو ده التابلويد توك شو. ان انا اجيب حد اعرف عنه اسرار وابدا ان انا اقعد افضحه وافضح اسراره. فطبعا ايه البرامج دي بتكون مشهوره جدا في امريكا مثلا، وبيكون مشهور مثلا ان واحد يجيب حد من عامه الناس ويبدا يديله سؤال بقى ايه بيخص حاجات شخصيه جدا، ولو جاوب السؤال ده هيفضح نفسه بس يبدا يديله عليها فلوس. يقول له مثلا السؤال ده عليه $2000، السؤال ده عليه $5000. هيتفضح. يقول له مثلا بنت انت دخلت في علاقه مع كذا 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 من غير الدخول في تفاصيل، فهي تقول لي يا لا، قالت تكسب $2000 او $5000، وقالت مثلا ما رضيتش تجاوب، خلاص ما تكسبش الفلوس. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه. 103 بيقول لك ليتس جو فور نقط ان ذا اوبن اير في الهواء الطلق. يلا بينا نروح في سبين. يعني ايه بقى مستر سبين؟ انت سبين دي قلبت دماغنا النهارده، معناها يلف ومعناها يدور ومعناها يحير ومعناها يزيف وحاجات كتير. فلما بقول لحضرتك ليتس جو فور سبين معناها يلا بينا نخرج في لفه بالعربيه. كلمه سبين هنا معناها لفه. بص يا معلم، اي حاجه ليها علاقه باللف والدوران يبقى كلمه سبين. فلما اقول لك ليتس جو فور سبين يبقى يلا بينا نطلع بلفه بالعربيه. طب اللي بعده He has a mental نقط about names. هو عنده مشكلة في نقط في دماغه. كلمة mental معناها عقلي. about names بالنسبة للأسماء. He just can't remember them. هو ما بيعرفش يفتكرها. جميل، بينسى الاسامي. اسمه ايه بقى مستر؟ اسمه منتال بلوك. يعني ايه منتال بلوك؟ يعني حاجز عقلي، عارف حاجه واقفه في دماغه مش عارف يفكر، ما بيعرفش ان هو يعمل حاجه، في حاجه بتمنعه ان هو ايه؟ ان هو يفتكر اسامي الناس، فاسمه منتال بلوك يعني حاجز عقلي. طب اللي بعده ذا نوت sun rays felt the room. الايه كلمه sun rays اللي هي اشعه الشمس. filled the room يعني ملأت الغرفة. مستور أشعة الشمس ايه اللي ملت الغرفة دي؟ اسمها ايه؟ incident. مستور incident اللي معناها حادثة هتيجي مع أشعة الشمس؟ لا حضرتك دلوقتي incident sun rays دي حاجة موجودة في الفيزياء معناها أشعة الشمس الساقطة.
لما تقع مثلا على الميه او تقع على مرايه فتنعكس او تنكسر، فاشعه الشمس الساقطه دي بنقول عليها كلها على بعض incident sun rays. مستر طب هي الاسئله دي هتجيلي في الامتحان؟ لا، انا بدات معاك مستويات بسيطه جدا من الاول، من اول سؤال 1 لحد سؤال 60، بعد كده من اول 60 بدات الاسئله تصعب، وصلنا لحد 80 الاسئله اصعب، بعد كده الاسئله اللي موجوده عندك من اول 85 اللي هي شغل مخك في المذكره، بعد كده اسئله كوكب زحل، فالاسئله دي فيها افكار عليا. طب ممكن تجي لي حضرتك بتعرف معلومه جات لك ما جاتلكش، خلاص جميل، انا كده حليت معاك 105 سؤال على الكلمات. اتمنى ان هي تكون حصه جميله ولذيذه وانت طلعت باقصى استفاده، ربنا يا رب يجعله علم ينتفع بيه. استناني ان شاء الله في حصه الجرامر الجزء الثاني من يونت 1. يلا سلام عليكم.